السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار والخيرات على كل الطيبين والطيبات اللي نورونا النهارده. مبدئيًا كل سنة وأنتم طيبين، إحنا في أحلى أيام في السنة، الأيام المفترجة اللي في شهر شعبان، وإن شاء الله بنستعد لنفحات رمضان، وإن شاء الله كده ربنا يجعلها أيام كلها خير وبركة علينا وعليكم يا رب دايمًا. في البداية أنا سعيد بوجودكم معايا، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى رحلة ممتعة. أنا بس حابب في الأول تطمنوني كده الصوت واضح، يعني الناس سامعاني كويس؟ لو ممكن تكتبوا لي في الchat أو كده. تمام زي الفل، زي الفل. على البركة. نبدأ كده على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا هنتكلم فيها عن الأساسيات الخاصة بإدارة المشاريع. مبدئيًا خلّينا نتعرف على بعض الأول، وأعرّفكم على نفسي. أنا أخوكم أحمد فارس، مهندس معماري، خريج جامعة حلوان دفعة 2011. الحمد لله أنا ربنا أكرمني وأنعم عليّا بإن أنا أسست شركتي، الشركة بتاعتي اسمها Plan Pro Outsourcing Engineering Company. الحمد لله بنقدم خدمات Outsourcing Engineering لشركات جوّه مصر وبرّه مصر، في الخليج وفي أمريكا. بقى لي الحمد لله رب العالمين فترة كويسة أوي في مجال إدارة المشاريع وإدارة الأعمال، والحمد لله مؤخرًا مشيت في الcertification الخاص بالاعتماد الدولي للتدريب من الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا. إن شاء الله النهارده هنخش رحلة كده بسيطة جميلة، مش هنرغي فيها كتير، هنحاول بقدر الإمكان الأمور تبقى مبسطة. أول حاجة هنتكلم فيها ليه أصلًا إحنا محتاجين إدارة مشاريع، يعني إحنا ليه عايزين نتعلم إدارة مشاريع؟ ما ممكن الدنيا تبقى ماشية حلوة وسهلة، وماله عبد الغفور البرعي يعني ركّز زي الفل وعمل المصلحة والثروة بتاعته من الوكالة من تحت التراب، والدنيا كانت ماشية زي الفل. ليه أصلًا محتاجين الموضوع، وليه في علم ودراسة وناس بقت متخصصة في الموضوع والكلام ده كله، والموضوع كبر مننا. بعد كده هنشوف إيه هي أصلًا المشاريع، يعني هل أي حاجة إحنا بنشتغلها ينفع نقول عليها مشروع، والّا الموضوع ليه مواصفات خاصة، وليه اعتبارات إحنا لازم نحطها في اعتباراتنا وإحنا شغالين، وهل إدارة المشاريع ليها تعريفات أصلًا، وليها مدارس ومختلفة عن بعضها، هل الإدارة بتاعتي تختلف عن الإدارة بتاعتك، تختلف عن إدارة أي حد تاني، تختلف عن شركة تانية، والّا الموضوع ممكن يكون كله شبه بعض؟ ثم هنشوف بعد كده إن شاء الله هنبدأ بإيه. إحنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هيبقى عندنا مشروع، فعايزين نشوف إحنا طب هنبدأ بإيه، وهنبدأ بمين قبل مين، وإيه الخطوات اللي إحنا المفروض نمشي عليها، وإيه الخطوات اللي ما ينفعش المفروض المشروع يخلى منها. ثم بعد كده هننتقل للمرحلة اللي إحنا هنبدأ ننفذ فيها المشروع، ونحط المشروع على أرض الواقع، وهيشتغل إزاي، وهنشغله إزاي، ومين الناس اللي هتبقى موجودة جواه، ومين الناس اللي بتبقى المفروض برّه، ومين الناس المفروض تبقى جوه، ونتعامل مع بعض إزاي، ومين أصلًا اللي له الحق إن هو يدير المشروع، مين صاحب المولد ده، مين اللي هيبقى ماسك القصة كلها، مين اللي هيبقى ماسك زمام الأمور. وفي الآخر إمتى نقدر نقول إن المشروع بتاعنا خلص، وهل لمّا المشروع بتاعنا خلص هو فعلًا نجح والّا ما نجحش، ونعرف إزاي نقيّم النجاح بتاعنا ده، وإزاي نستفيد من المشروع اللي إحنا اشتغلنا فيه، على أساس إن إحنا بإذن الله تعالى نقدر إن المشاريع الجاية اللي إحنا ندخلها بعده تكون اكتسبنا فيها خبرة حقيقية في المشروع اللي إحنا اشتغلنا عليه. أول حاجة خلّيني أقول لكم كان في دراسة في جروب اسمه Standard Group. دول بيعملوا من سنة 94 بشكل سنوي حاجة اسمها chaos report. chaos report بيجمّعوا كل الdata اللي بيقدروا يجمّعوها عن المشاريع اللي هي خاصة بيهم، أو المشاريع اللي هي خاصة بالشركات اللي هي بتشتغل معاهم. معظمها بتبقى مشاريع digital، يعني الحاجات اللي هي خاصة بالتكنولوجيا وكده، ولكن هم بيعملوا قاعدة بيانات كبيرة أوي للمشاريع. الreport ده كان فيه حاجة بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة. بيقول لك إن 70% من المشاريع اللي بتتعمل على مستوى العالم يا إما بتفشل، يا إما بتخسر، يا إما بتتأخر، يا إما بتتقفل في وقت مش مضبوط. الله! طب 70% من حجم المشاريع على مستوى العالم ده رقم ضخم. فيعني هل الناس اللي بتشتغل في المشاريع دي مش شاطرين، وعلى مستوى العالم كلّهم بايظين، والّا الناس دي كانت بتستهبل وما بتشتغلش بضمير أصلًا، والّا ما كانش عندهم خبرة كفاية، والّا ما كانوش بيدّوا المواضيع حقّها؟ للأسف برضه التقرير كان بيقول إن معظم المشاريع اللي وقعت دي، أو معظم المشاريع اللي فشلت دي، الناس اللي كانت بتشتغل فيها ناس كفاءة جدًا، ناس كويسين جدًا، ما كانوش بيبخلوا بالوقت ولا المجهود على المشاريع، ولكن كان السبب الحقيقي في وقوع كل المشاريع دي الفشل الإداري. إن الناس دي اللي كان بيديرهم، أو ما كانش في حد بيديرهم أصلًا، أو لو كان في حد بيديرهم كان بيديرهم غلط، وبناءً عليه ما قدروش إن هم يوصلوا إن هم ينجحوا المشاريع بتاعتهم، والمشاريع بتاعتهم توصل إن هي تبقى
مشاريع ناجحة وحققت الأهداف بتاعتها في الوقت اللي هي كان المفروض تحققه، وضمن الحدود والمواصفات اللي إحنا هنتكلم عنها الخاصة بكل مشروع. وبناءً عليه ده أكبر ملمح يخلّينا نشوف ونعرف إحنا ليه أصلًا محتاجين لإدارة المشاريع، وخصوصًا في الفترات الأخيرة، خصوصًا من بعد ما كل حاجة اتطوّرت وكل حاجة اتغيّرت على مدار ال100 سنة اللي فاتوا، سواء في الbusiness أو في الmarketing أو في المشاريع أو في التكنولوجيا أو حتى في نطاقات الأعمال، إن هو أصلًا ظهرت حاجات وشغلانات جديدة إحنا ما كناش نسمع عنها قبل كده. طيب، خلّينا نشوف مبدئيًا إيه هو المشروع؟ المشروع تعريفه بالمختصر وبدون رغي، والكلام ده هتلاقوه مكتوب في كتب كتير أو يعني درسناه في الPMP والكورسات والدبلومات اللي زي كده، إن هو مجهود له وقت مؤقت، مجهود أو سعي، أو في الPMP كانوا بيسموه مسعى مؤقت، مجهود مؤقت له وقت محدد، مش دايم على طول، مش شغال على طول، له بداية وله نهاية، وفي الآخر بيطلّع نتيجة متفردة ومحددة. يعني أبسط الأشياء تقدر تتعرّف إن هي مشروع. كوباية القهوة اللي إحنا بنعملها في البيت نقدر نقول إن هي مشروع، كوباية الشاي اللي نقدر نقول هي مشروع، برج خليفة مشروع زيه زي زيه زي كوباية القهوة بالضبط، طبعًا مع اختلاف التفاصيل، ولكن في الآخر هو مجهود مؤقت إحنا بنعمله عشان نعمل حاجة معيّنة بprocess معيّنة هتطلّع لنا منتج في الآخر، المنتج ده هيبقى متفرد وله حقيقة أو له قيمة وله value مختلفة عن المشروع ده لو اتكرر في أي حتة تانية. لإن ما فيش مشروع في الدنيا شبه التاني، حتى لو كان بنفس الشكل، حتى لو كان بنفس المواصفات، لازم هيبقى في معيار في كل مشروع يخلّي المشروع ده لمّا ييجي يخلص في الآخر يكون تفرّد وطلع بنتيجة مختلفة أو بشكل مختلف عن المشروع اللي كان قبل منه. ودايمًا المشروع في أي حتة أو في أي مكان أو في أي مؤسسة بيختلف على الناس أو بيختلط عليهم مفهوم آخر قصاده اسمه الoperations. في فرق ما بين الprojects وفي فرق ما بين الoperations. الproject زي ما قُلنا حاجة محددة، حاجة مؤقتة، ليها وقت محدود، بداية ونهاية واضحة، ومعروف إحنا عايزين نعمل منه إيه بالضبط. على سبيل المثال إحنا هنصنّع حاجة معيّنة، هنعمل product جديد، هنعمل مشروع، هنبني فندق، هنبني مستشفى، هنعمل software، هنعمل برنامج whatever، إن هو في الآخر هيبقى في product معيّن أو حاجة معيّنة أو service معيّنة إحنا هنقدر نمسك الservice دي ونحددها ونقيّمها بعد كده. أمّا الoperation الطريقة اللي إحنا هندير بيها المشروع ده بعد ما يخلص، يعني الدنيا هتشتغل إزاي، سواء خلال تنفيذ المشروع أو بعد ما المشروع يخلص. فبالتالي الoperation ده عبارة عن شغل يومي، روتين، حاجات بتتعمل بstandard day by day، ممكن ما لهاش تاريخ نهاية، يعني أنت دلوقتي لو خلّصت مشروع مستشفى، فالمستشفى هتبقى شغالة إلى أن يشاء الله بديري روتين، بنفس المهمات، بنفس التاسكات، بنفس المناصب الموجودة فيها، بنفس العمليات، بنفس كل حاجة، فده operation. فندق نفس الحكاية، system مثلًا بتاع خدمة عملا لمتجر إلكتروني، نفس الحكاية، هيفضل بيعمل نفس الشغلانة بتاعته كل يوم، الموظفين بيعملوا نفس الشغلانة والمديرين بيعملوا نفس الشغلانة وبتوع الIT بيعملوا نفس الشغلانة كل يوم، فده اسمه operation. الهدف منه إن هو يحافظ على العملية اللي إحنا شغالين فيها أو المشروع اللي إحنا شغالين فيه أو الخدمة أو الproduct، إن هو يفضل alive ويخدم الناس ويطلّع الغاية اللي موجودة منه. أكبر غلطة بيُقع فيها معظم الناس إن هم بيديروا المشاريع بالعقلية بتاعة الoperation، ودي أكتر حاجة ممكن إن هي توقّع المشروع. ليه؟ لإن الoperation أصلًا ما لهاش أساس، يعني أنا مش شرط إن أنا عشان خاطر آجي أعمل عملية معيّنة أو تاسكاية معيّنة في حاجة معيّنة، إن أنا لازم يكون عندي الbackground كلّه أو الخلفية كلّها. طبعًا أنا لمّا يكون عندي الbackground أو الخلفية ده هيساعدني إن أنا أعمل الtask بتاعتي بشكل مضبوط، ولكن في تاسكات معيّنة أو في نوعية من الناس أصلًا ما بيفرقش معاها التفاصيل، يا عم الحاج ادّيني الشغلانة بتاعتي وشوف أنت مطلوب منّي إيه وأنا هاعمله، ما تشغلش بالي بقى اللي بعد منّي عايز يعمل إيه واللي قبل منّي عايز يعمل إيه، أنا مش هاشغل قصتي، أنا هاعمل شغلي وآخد مرتبي وأروّح. ده الoperation، ده الحاجة اللي هي بتمشّي الشغلانة. كان في مرّة واحد كان راجل صاحب شركة كُنّا بنتكلّم على حاجة شبه كده وحكى لي نكتة كانت طريفة أوي. قال لي إن مرّة كان في 3 عُمّال شغالين في مشروع، الهدف من الشغلانة اللي هُم بيعملوها إن هُم هيحفروا في الأرض زي T-Wrench كده أو زي نفق صغير يحطّوا فيه كابل كهربا كبير، فجايبين 3 عُمّال، واحد بيحفر، واحد بيحط الكابل،
واحد بيردم بعد ما اللي يحط الكابل يحطه. فبعد كام يوم اللي بيحط الكابل الراجل التاني ده غاب، قاموا الناس التانيين ما وقفوش، أول واحد بقى يحفر والتاني بقى يردم وراه. فهم فعليًا عملوا operation، كل واحد جه عامل اللي عليه وأخد بعضه واتكل على الله، هو أخد يوميته ما ليش دعوة. طب يا باشا ما أنا لسه أصلًا ما عملناش حاجة والهدف من الموضوع ما اتحطش، مش قصته، مش مشكلته، هي مشكلة بقى الإيه، الmanagement نفسها. فده اللي يبين لك قد إيه إن هو الoperation هي operation صح، الراجل عمل اللي عليه ومشي. لكن فعليًا هو ما عملش حاجة، الoutcome بتاع الموضوع طلع zero. فبالتالي القصة دي اللي هي ما تأسسش على أساسها الموضوع، وما ترتبش صح، وما بقاش فيها قرارات عقلانية، وما كانش فيها feedback ولا كان فيها متابعة، هي اللي ضيّعت الأمور. طيب الموضوع ده بيظهر في 5 حاجات واضحين ممكن نكون كلنا بدون استثناء لاحظناهم، يا إما في مشاريع إحنا اشتغلناها أو في شركات إحنا اشتغلناها. ودايمًا أنت بتحس إن أنت لمّا بتبقى شغال، خصوصًا الناس اللي هي بتشتغل في المشاريع اللي هي تقريبًا بتبقى شبه بعضها، في المقاولات مثلًا أو في الconstruction أو المشاريع اللي هي خاصة بتاعة الsoftware بتاعة حاجات معيّنة شبه اللي هي بتاع الcustomer service أو الحاجات اللي زي دي. أنت بتبقى داخل وعارف إن المشروع ده هيُقع لمّا تشوف ال5 حاجات دول. أول حاجة الهدف مش واضح، ما حدش عارف مين رايح فين. طب يا جماعة هو الشغلانة دي آخرها إيه؟ إحنا إمتى هنعرف إن إحنا كده وصلنا للي الناس عايزينه؟ طيب إحنا المفروض هنصرف قد إيه؟ طب إحنا المفروض نجري والّا نشتغل على مهلنا؟ طب إحنا المفروض هنطلّع مستوى جودة قد إيه؟ ما حدش عارف، هي ماشية على البركة، وما حدش عارف هيحسبها إزاي، وما حدش عارف هيرتبها إزاي. وأحيانًا تلاقي إن أنت لو فكرت إن أنت تسأل السؤال ده زي ده، تلاقي الناس تستغربك، إيه ده؟ أنت مش من هنا، أنت مش من هنا والّا إيه؟ ما ينفعش اللي أنت بتعمله ده، إحنا ما بنسألش على الأسئلة العجيبة دي. تاني حاجة إن أنت تلاقي إيه، النطاق سايب، اللي هو الscope creep. يعني إيه النطاق سايب؟ يعني التاسكات ما لهاش صاحب. الscope أي حد معدّي بيحُط فيه، الاستشاري يعدّي يحُط تاسكاية، العميل معدّي يحُط تاسكاية، الowner معدّي يحُط تاسكاية، زيارة من حد من الحكومة معدّي يحُط تاسكاية whatever. فبتلاقي الموضوع أصلًا عايم، أي حد معدّي في أي حتّة بيحُط أي مشروع، وتلاقي المشروع عمّال يكبر، يكبر، يكبر ويتضخّم وما تعرفش تلمّه بعد كده. تالت حاجة إن ما فيش صاحب قرار. يعني الشغلانة دي ما لهاش كبير، المولد ده كده ما لوش صاحب. أول ما تلاقي إن المولد ده ما لوش صاحب، هتعرف إن الشغلانة عايمة. كل واحد بيعمل على كيفه، وأول ما كل واحد بيعمل على كيفه هتتضارب المصالح. فهتبقى حاجة من الاتنين، يا الناس هتضرب في بعضها عشان توقّع الدنيا عشان كل واحد يطلع بمصلحته، أو عشان خاطر كل واحد يعمل مصلحته بعيدًا عن التاني ويستخبى عشان خاطر ما ياخدش وجع دماغ. فبالتالي لمّا يبقى ما فيش حد صاحب للشغلانة دي، أو ما يبقى ما فيش حد ماسك الليلة كلّها، الأمور بتضيع. رابع حاجة الأرقام الوهمية. الأرقام الوهمية دي كارثة، سواء في التواريخ أو في الميزانيات والأرباح. أنا شُفت شركات كانت شركات كويسة جدًا، كان ليها مستقبل كبير أوي في مصر، وكانت في أحلك الظروف أيام الكورونا وغيره، كانوا واقفين على رجليهم وقفة حلوة أوي، وقعوا بسبب قصة الأرقام الوهمية دي. إن هُم كانوا الناس عشان خاطر تبيّن الناس مجلس الإدارة إن الشركة دي حلوة والشركة ربحانة والشركة كسبانة مكسب كبير أوي، في حين إن هي كانت كسبانة، بس هُم كانوا عايزين يعظّموا المكاسب، كانوا بيحطّوا أرقام وهمية. للأسف مع الوقت حصل drop ما، الأرقام دي زي ما تقولي إيه، أكلت بعضها، الدنيا اتبهدلت. فطبعًا كان في فجوة كبيرة جدًا، والشركة للأسف وقعت بعد ما مشيت فترات كبيرة جدًا في السوق، وعملت مشاريع كتير جدًا. أنا اشتغلت في الشركة دي شخصيًا، وللأسف يعني زعلت عليها جدًا. فالأرقام الوهمية دي بتخدع صاحبها، وبتخدع الناس التانية، وبتخلّي دايمًا الحقيقة مش باينة، كأنك بتدفن المشكلة تحت الأرض، وأنت كده already ما حليتهاش. خامس حاجة ما فيش متابعة حقيقية. الناس مش شايفة حد يدوّر وراها، وفي كده مثل دايمًا إحنا بنقوله: "من أمن العقوبة أساء الأدب." يعني البني آدم اللي بيبقى عارف إن الناس ما حدش هيدوّر وراه، وهو شغال على كيفه، يروح وييجي على كيفه، ويعمل اللي هو عايزه على كيفه. وللأسف، للأسف، للأسف أنا آسف إن أنا باقول الكلام ده بس دي إحنا عارفينها، وإحنا كمصريين بالذات. يعني إحنا كمصريين بالذات، أنا اشتغلت جوّه مصر واشتغلت برّه مصر، إحنا كمصريين بالذات نادرًا ما هتلاقي حد إلا إذا من رحم ربي، وإلا إذا كان حد فاهم وشاطر وواعي وبيراعي ضميره، هتلاقي النسبة الأكبر من الناس محتاجين دايمًا حد يتابعهم بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو whatever. المهم إن يفضل في حد وراه، يبقى هو عامل حسابه وحاطط في دماغه إن في حد وراه هييجي يبُص هو بيعمل إيه، وإلا غير كده ما بيشتغلش. أو بيتلكع، أو بيكروت.
وتيجي في النتيجة في الآخر العملية تلاقيها عكِّت الدنيا. كل اللي إحنا اتكلّمنا فيه ده يعتبر السمات الأساسية لفشل المشاريع. الحاجات اللي أنت أول ما بتشوفها والحاجات اللي أنت أول ما بتلاحظها في أي مشروع، سواء أنت بتشتغل فيه أو سواء أنت حد استشارك فيه أو سواء أنت بتديره أو سواء أنت بتعمله، أيًا كان نوع المشروع، اعرف إن دي مؤشرات إن الموضوع بيضيع، وده كده من الآخر اسمه عَك مشاريع مش إدارة مشاريع. تمام؟ فإحنا ابتدينا في الأول بالعَك عشان خاطر نبقى عارفين إيه الغلط ونبعد عنه وندخل على إدارة المشاريع. النوعية دي من التفكير كانت أكتر حاجة فادتني أنا في حياتي شخصيًا. أنا في بدايتي كمهندس وكنت لسه مهندس صغير، أنا كنت شغال في شركة للأسف يعني. الناس اللي كانوا فيها كانوا ناس يعني بيمشوش بما يرضي الله. الموضوع ده كان فيه ميزة وكان فيه عيب. الميزة في الموضوع كانت إن أنا اتعلمت كل حاجة غلط في الشغل، فبقيت عارف إيه الغلط عشان ما أعملوش. وبقيت أنا لمّا أكبر وبقيت أنا صاحب مسؤولية، بقيت عارف إن ده غلط ما أعملوش، ولو حد حَب يفكّرني يشغّل دماغه ويعمله عليّا، بقيت باقفشه. ففكرة إن إحنا نبقى عارفين ومركّزين في السلبيات الأول عشان خاطر ما نعملهاش، ده أصلًا نُص الطريق للنجاح. يعني أنت لو ما عملتهاش وبعد كده مشيت بالنية الصالحة ودعا الوالدين، هتلاقي نَفْسك وصلت إن شاء الله. ولكن طبعًا إحنا لمّا نجتهد ونطوّر الأمور بإذن الله، هتبقى أحسن. طيب، ندخل بقى في الجَد. طب إحنا دلوقتي عايزين بقى نعمل الشغل اللي هو صح، نعمل الشغل اللي هو بتاع الناس المحترمة، الناس اللي فاهمة هي عاوزة تعمل إيه، والناس اللي أصلًا شايفة نفسها مش زي أي حد. اللي بيفكّر يا جماعة بالفكر بتاع إن هو أنا عايز أدرس وعايز أطوّر وعايز أدوّر على معلومة، ده أكيد شخص استثنائي. أنت وجودك هنا مش صُدفة، أكيد ربنا سبحانه وتعالى عارف إن أنت بتسعى إن أنت توصل إن أنت تكون حد متميز، وبالتالي ربنا بيحُط في قدامك أو في طريقك إشارات تساعدك إن أنت بإذن الله تعالى توصل للهدف اللي أنت عايز توصل له. فإدارة المشاريع في شوية محاور أو في شوية حاجات لمّا المدير بتاع المشروع أو اللي بيبقى مسؤول عن المشروع يعرف يعملها وينسّقها ويسيطر عليها، هي اللي هتخلّي الأمور تمشي في الwork flow بتاعها مضبوط. يعني الoperations اللي بتحصل، العلاقات ما بين الteams اللي بتبقى شغّالة وبعضها، القرارات اللي بتتاخد، المسؤولية إن أنا عارف إن أنا كراجل مدير مشروع أو كصاحب مشروع، إن أنا اللي مسؤول عن المشروع ده، المشروع ده بتاعي مش بتاع أي حد. أنا لمّا باشتغل مدير مشروع مش باقول مثلًا إن أنا موظف في شركة أو إن أنا مش فارق معايا المشروع ده ينجح والّا بتاع، لأ، ده المشروع بتاعي. كبرتوا والّا صغرتوا، طلعتوا والّا نزلتوا، ده بتاعي، مكتوب عليه اسمي، بيبقى زيه زي عيّل من عيالي بالضبط، فبابقى مسؤول عنه مسؤولية كاملةً، من أول الورقة اللي بتبقى محطوطة على المكتب وبيتاخد بيها قرارات وبيتكتب عليها أي حاجة، لحد لمّا المشروع نفسه أو الproduct أو الخدمة تتقدم وتوصل لصاحبها بالشكل اللي يخلّيها مرضية ليه، وتخلّيه إن هو فعلًا يقول إن المشروع ده نجح وحقق حاجات اللي هو كان طالبها منّه أو الvalue اللي هو كان عايزها. وعشان خاطر نبقى قادرين إن إحنا نسيطر على المشروع بتاعنا، في 5 مراحل أساسية لا يخلو منها أي مشروع، مهما كبر أو مهما صغر، المراحل دي لا يخلو منها أي مشروع، مع اختلاف التفاصيل. قد تزيد التفاصيل بتاعتها أو تصغر، ولكن المراحل الأساسية بتاعة المشروع لا يمكن أن تختلف، بدايةً من فنجان القهوة اللي إحنا هنعتبره مشروع، لحد لو هتعمل طيارة F-16 مش هيختلفوا عن ال5 مراحل دول. أول حاجة إن هو بيبقى في مرحلة بداية، وبعد كده بتبقى في مرحلة للتخطيط، بعد كده مرحلة للتنفيذ، وبعد كده مرحلة للمتابعة، وبعد كده مرحلة للإغلاق. لو هنبسط الموضوع في فنجان القهوة، مرحلة البداية أنا باقرر في البداية كفكرة جات لي إن أنا عايز أعمل فنجان قهوة. ففنجان القهوة ده محتاج مستلزمات، فابتديت أفكّر أنا هاعمل إيه عشان خاطر موضوع فنجان القهوة ده، فبالتالي أنا لازم يبقى عندي بُن ولازم يبقى عندي مَيّة ولازم يبقى عندي سُكّر ولازم يبقى عندي كنكة اللي هاعمل فيها القهوة أو ماكينة القهوة، فدي اسمها resources وحاجات معيّنة محتاجة تكاليف ومحتاجة حاجات، فأنا باخطّط للقصة دي، باقوم أتحرّك أنا وأبذل مجهود وأمسك المكونات بتاعة القهوة وأحطّها وأعمل لها تنفيذ، فباضبّطها وأحطّها على بعضها. ثم بعد كده بافضل متابعها، لو أنا باعملها على الكنكة لازم أتابعها عشان خاطر تفور، ولو هاعملها على المكنة بابقى برضه سامعها لو خلّصت وزمّرت وكده عشان خاطر أروح أجيبها.
وفي الآخر داخل لأ باصُب كوباية القهوة وأضبّطها وأشربها وأتبسط وأتمزمز و وأتمزّج وأتضبّط وأروح أغسل الفنجان في الآخر عشان خاطر ما اتضربش عشان خاطر أنا لازم أغسل المواعين. بس. فأهو مشروع بسيط أهو حلّيناه في 3 دقايق بنفس الخطوات بتاعة المشروع. ولكن لو هنتكلم على شوية تفاصيل عشان خاطر نقدر إن إحنا نطبّق الموضوع ده على أكتر من skill وأكتر من طريقة، فخلّينا نشوف نعمل الموضوع إزاي. فبداية المشروع بتبقى فيه 3 حاجات أو 3 مصطلحات، المصطلحات دي في الغالب إحنا بنخلط ما بينهم وما بين بعض. وللأسف ده أحيانًا بيخلّينا نكون شغّالين كويس جدًا، وشغّالين بما يرضي الله أوي، ومراعين ضميرنا جدًا، ولكن عشان خاطر إحنا ما قدرناش نفرّق ما بين المصطلحات دي، المجهود بتاعنا مش بيبقى متجه في الاتجاه الصحيح، ومش بيبقى رايح في الاتجاه اللي هو المفروض يروح له. إيه المصطلحات دي؟ أول حاجة الهدف، تاني حاجة القيمة value، وتالت حاجة نطاق الأعمال. ممكن يعني نتشارك مع بعض كده وتسمعوني لو في حد عنده وجهة نظر في الموضوع يقول لنا إيه الفرق ما بين ال3؟ ال الصوت حد يقدر يفهم mute والّا mute من عندي أنا؟ أستاذة جنى، ثانية واحدة، راحت فين؟ طب نعمل raise hand، نعمل raise hand وأنا هاشوف حضرتك. أنا مش سامع الصوت، أو المشكلة ممكن تكون عندي؟ معلش أنا آسف كان في مشكلة في السماعة. م أت أس أستأذنِك بس تقولي تاني، أنا كده سمعت، اتفضلي. طيب الهدف أعتقد إن هو الحاجة اللي أنا أصلًا بدأت أعمل عشانها المشروع. القيمة مثلًا هو هيفيد الناس في إيه، ونطاق الأعمال اللي هو البيئة اللي مثلًا اللي هو قاعد فيها، يعني هل أصلًا المكان اللي أنا عملت فيه المشروع ده البيئة مناسبة ليه والّا لأ؟ ممتاز، ممتاز. في حد حابب يضيف حاجة تانية؟ باشمهندسة نور، مساء الخير. يا مساء الفل. بالنسبة للهدف، فهو ده أنا هاعمل المشروع ده ليه؟ إمم. بالنسبة للقيمة، هيفيد بإيه المشروع؟ حلو. أنا هاخد منّه إيه؟ يعني هيعود عليّا بإيه في الآخر؟ أمّا نطاق الأعمال أو اللي هي scope of work زي ما حضرتك كاتب، دي إيه الsteps اللي أنا هاعملها عشان يوصّلني للهدف بتاع المشروع اللي هيضيف قيمة ليّا في الآخر. me I think إن ممتاز جدًا، thank you. ممتاز جدًا. طب ما أنتم شطورين أهو زي الفل، ده أنا كده إيه أروّح بقى. فعلًا الإجماع على ال التعريفات دي بنسبة 99% صحيح. فعلًا الهدف اللي هو أنا هاعمل المشروع ده ليه؟ يعني إحنا مثلًا عايزين نعمل في آخر المحاضرة بتاعتنا هنبقى بنعمل مثال عملي هنشتغل على أساسه، المشروع اللي إحنا هنشتغل على أساسه في الآخر هنعمل system ل customer service لمشروع متجر إلكتروني. ده كده هدف، إن إحنا عايزين نعمل system للcustomer service لمشروع متجر إلكتروني. طب الvalue بتاعته إيه؟ الvalue بتاعته إن أنا باعلّي القيمة بتاعة الشركة بتاعتي والproduct بتاع الشركة بتاعي، وباحاول أحافظ على الcustomers بتوعي من خلال إن أنا أقدّم لهم خدمة أفضل. ده كده الهدف وده كده القيمة. أحيانًا بيسموهم output وoutcome، يعني نفس المصطلح، الهدف بيسموه output والقيمة بيسموها outcome، إن هو الهدف نفسه الproduct نفسه أو الtarget اللي أنا عايز أوصله بيسموه output والoutcome. الكلمتين دول أو الهدفين دول هتلاقيهم دايمًا مربوطين، سواء في المشاريع بشكل كبير أو في التاسكات حتى بشكل صغير. يعني حتى أنا وأنا موظف صغير لازم وأنا بادير التاسكات بتاعتي أبقى مركّز أوي ما بين الoutput والoutcome، لإن أنا ممكن أعمل output حلو جدًا بس ما لوش outcome، ما لوش أي فايدة. يعني أنا ممكن أعمل فنجان قهوة زيادة زي الفل،
بس أنا باشربها مضبوط، فمش هاشربها، فالoutcome بتاعي أنا ما اتكيّفتش، ما اتضبّطتش، بس هي كقهوة زيادة طالعة زي الفل ومكوناتها ممتازة والدنيا زي الفل. أنا طلّعت output حلو لكن ما طلّعش outcome كويس. نطاق الأعمال أو الscope of work، الscope of work بقى إيه الخطوات زي ما الباشمهندسة ما قالت، إيه الخطوات أو إيه السياق اللي هتمشي فيه التاسكات والoperations والعمليات كلّها بتاعة المشروع، واللي هتخلّي الهدف يحصل ويطلع منّه الvalue اللي إحنا بنتكلّم عليه. فبالتالي نفس ما إحنا شايفين في الصورة كده، الهدف إحنا هنبدأ ليه، القيمة، العائد بتاعه، والنطاق ما هي الأعمال. في كاتب أمريكي اسمه سايمون سينيك، كان عنده كتاب اسمه start with why. الكتاب ده تحفة. أي شركة من الشركات الكبيرة طريقة انتشارها في السوق أو رؤيتها أو فلسفتها العامة بتتمحور ما بين 3 حاجات why وhow وwhat. why أنا باعملها ليه، how هاعملها إزاي، وwhat إيه هي الحاجة اللي أنا هاعملها. الكتاب ده رائع، والراجل ده عامل ليه فيديو على تقريبًا كان بيعمل في TED Talks يعني لامم أكتر من 20.000.000 مشاهدة، حلو جدًا وآفاقه كتيرة جدًا، نبقى ممكن نشرحه بعد كده أو لو أنتم حابين تبصوا عليه. التقدير أو التفرقة ما بين ال3 حاجات دول بداية إن أنت تحط حجر الأساس للمشروع بتاعك، أنت تبقى عارف. الكتاب اسمه start with why. الكتاب اسمه start with why، هو عندي أهو ممكن أوريه لكم. كتاب اسمه start with why، أنا ما أعرفش أنتم شايفينه في الكاميرا والّا لأ. start with why كتاب تحفة، كتاب جميل جدًا يعني رائع، وهو عنده فيديو وفي منه نسخة صوتية، يعني تقدر إن إحنا نشوفه في أكتر من طريقة، جميل جدًا. ف نقدر إن إحنا هيساعدنا كتير جدًا، الناس اللي بتشتغل ماركتينج بالذات هيبقى مفيد بالنسبة لها أوي، الناس اللي بتحط استراتيجيات تسويق، الناس اللي أصلًا بتفكر تعمل business أو إدارة مشاريع في العموم، لأ الكتاب ده هيبقى مفيد جدًا. التفرقة ما بين ال3 حاجات دول ونبقى إن إحنا عارفينهم بالضبط إزاي، ونقدر نفرّق ما بينهم وبين بعض إزاي، بتحدد إحنا هنوجّه مجهودنا إزاي ونحطه فين بالضبط عشان خاطر يطلّع القيمة اللي إحنا عايزينها. تاني أهم حاجة في مرحلة البداية، إحنا كل ده لسه في مرحلة البداية بتاعة المشروع، إحنا كنا قُلنا إيه، بداية وبعد كده تخطيط وبعد كده تنفيذ ومتابعة وإغلاق، إحنا لسه في مرحلة البداية. تاني حاجة في مرحلة البداية دي أصحاب المصلحة بيسموها الstakeholders، كانوا في الPMP بيقولوا لنا إيه، دي اسمها stakeholders. تمام؟ ف الstakeholders دول أو الstakeholder ده تعريفه بالمختصر كده أي حد يؤثّر ويتأثّر بالمشروع، أي حد يؤثّر في المشروع ويتأثّر بيه. يعني لو أنا مثلًا باعمل مشروع عمارة سكنية، وفي حد في الشارع اللي قصادي ساكن مثلًا والصوت بتاع المعدات اللي أنا هتشتغل فيها هيضايقه، ده stakeholder. طالما أنا هأثّر عليه سواء بصوت أو بأي تأثير أو حتى بالخدمة اللي أنا هاعملها أو بدوشة أو بإغلاق للشارع، ده بقى جاري كده أو الناس اللي هي مثلًا ساكنة قصاد الناحية التانية دي، ده بقى stakeholder. أصحاب الشركة أكيد stakeholder، الناس اللي بتشتغل معانا stakeholder، الغفير مثلًا اللي موجود في الموقع ده stakeholder. لو إحنا مثلًا بنشتغل في شركة software وبنعمل مشاريع في الsoftware، الناس بتاعة الmarketing stakeholder والprogrammers stakeholder، وعم محمد بتاع البوفيه اللي بيعمل لنا الشاي والقهوة برضه stakeholder. لأ هو بيأثّر في المشروع وبيتأثّر بيه، ما هو نجاح المشروع نجاح للشركة هيصُب في مرتبه، وفي نفس الوقت إحنا ما نعرفش نشتغل من غير شاي وقهوة، فهو stakeholder. فأي حد يؤثّر في المشروع أو يتأثّر بيه ده stakeholder. ضروري جدًا ولا بُد وحتمه إن أنا في بداية المشروع بتاعي، لو أنا صاحب مشروع أو أنا هادير المشروع، لازم أكون عارف مين الstakeholders اللي أنا هاشتغل معاهم وهيحتكوا بيّا في المشروع، وأبقى جاهز لكل واحد فيهم. وبالتالي هم عملوا لنا حاجة اسمها stakeholders map أو stakeholders matrix، عشان مش أي stakeholder هاعامله بنفس الطريقة. فقسّموا الموضوع ل4 محاور، بدايتها بتبدأ من محور الinterest اللي هو مدى ارتباطه بالمشروع، أو مدى ارتباطه بالشغل اللي إحنا بنعمله، أو مدى ارتباطه بالvalue اللي إحنا بنعملها. والpower اللي هو مدى قدرته على التأثير في المشروع، مدى قدرته على التأثير في المشروع، هل القرارات اللي هو بياخدها أو الشغل اللي هو بيعمله قادرين إن هم يأثّروا في المشروع وفي ظروف المشروع وفي مسار المشروع والّا لأ؟
وبالتالي هو بيبدأ من هنا في النقطة دي أقل حاجة في الinterest والpower. ده بيبقى الminimal contact اللي هو ده ناس بتتابع من بعيد، بتشوف الأمور ماشية إزاي، ولكن هم مش مهتمين أوي لأن هم ممكن يكونوا مش أطراف في المشروع، زي ما باقول لك بيأثّر عليهم من بعيد، حد من بعيد في الموضوع وهو ما عندوش قدرة أوي على التأثير. يعني مثلًا الراجل مثلًا لو إحنا بنبني زي ما قُلت لكم عمارة وحد في الشارع اللي قصادي، ما يقدرش إن هو ياخد قرار إن هو يوقّف لي المشروع، بس ممكن يعمل لي شوشرة، ممكن يعمل دوشة، ممكن يروح يشتكيني مثلًا في حتة والموضوع ممكن يوسع، فبالتالي ده بيخلّي الأمور ممكن تبقى فيها مشكلة. طيب بعد كده في اللي هو كل أمّا تروح من الناحية دي الinterest بيزيد، وكل أمّا بتطلع من الناحية دي الpower بيزيد. أعلى واحد اللي هو المنطقة اللي بيبقى فيها high power وhigh interest. دول الناس اللي أنت لازم تبقى مركّز معاهم أوي، ومتابع معاهم الدنيا كويس جدًا، ودايمًا أول بأول في communications ما بينك وما بينهم، في تواصل ما بينك وما بينهم، بتدّيهم feedback أول بأول، وبيعرفوا الprogress بتاعك ماشي إزاي. على سبيل المثال الowner بتاع المشروع، صاحب المشروع، صاحب الخدمة اللي هو عايزها، مثلًا إحنا عايزين نعمل مشروع application لشركة معينة، فالراجل اللي هو صاحب الclient ده stakeholder مهم، المدير بتاعي في الشغل. وفي حاجة بيسموها في الPMP ادوها لنا في الPMP اللي هو الsponsor ده اللي هو بيبقى مديري أنا المباشر. أو المسؤول عليّا أنا بشكل مباشر، اللي بيخلّيني في الأول أو بيحطّني من البداية أنا كمدير مشروع أو كراعي للمشروع في البداية. فالsponsor ده بييجي بعد الowner على طول، بيبقى high power وhigh interest. في بعد كده نوع ولكن خبيث شويتين، ليه؟ لإن هو بيبقى high power بس low interest. معنى إيه؟ إن هو ممكن ما يكونش له ارتباط كبير بالمشروع، ولكن هو له قدرة قوية جدًا على التأثير على المشروع. مرّة باشمهندس عمرو خضري اللي هو كان بيدّينا الدورة بتاعة الPMP قال لنا مثال إن هو كانوا بيعملوا مشروع في الشركة، هو كان مهندس اتصالات وكانوا بيعملوا مشروع، وكان في حد حضر معاهم presentation هو كان صاحب رئيس مجلس الإدارة، وهُم كانوا بيعملوا presentation على المشروع نفسه، وبيشرحوا المشروع لرئيس مجلس الإدارة، والموضوع كان جميل جدًا وعاجبهم جدًا والدنيا كانت حلوة أوي. فالراجل صاحب رئيس مجلس الإدارة ده عجبه الفكرة وعجبه المشروع، فطلب منهم إن هم يا جماعة بعد إذنكم وأنتم ماشيين في المشروع ادّوني feedback عشان أنا interested في الموضوع وعايز أعرف الprogress بتاع المشروع ده هيبقى ماشي إزاي. فعليًا هو الراجل على الورق ما لوش صفة، يعني هو ده صفته بس هو صاحب رئيس مجلس الإدارة، فهو ما لوش interest قوي في المشروع، لا هيشتغل فيه ولا هيمضي مثلًا على شيكات ولا هياخد قرارات ولا أي حاجة جدًا. ولكن هو high power ليه؟ عشان خاطر قُربه من الناس اللي هم أصحاب القرار. هم الناس انشغلوا في المشروع وما لحقوش أو ما أخدوش بالهم أو نسيوا إن هم يتابعوا مع الراجل ده. مع الوقت لمّا المشروع كان قرّب يخلص، الراجل ما نسيش الموقف وحس إن الناس طنّشته، فقدر من خلال علاقته مع رئيس مجلس الإدارة إن هم يخلّيهم يعيدوا المشروع من الأول خالص وبوّظ لهم شغلهم كُلّه. يا نهار أبيض! الدنيا فعلًا اتدربكت وعادوا شغل شهور تاني بسبب إن هم ما أخدوش بالهم إن ده stakeholder high power بس هو low interest. فالنوع ده عشان خاطر بيبقى مستخبي ومش باين ومش على طول قدّامك فممكن يتنسي، فدايمًا تاخد بالك منه. في بعد كده اللي هو high interest ولكن low power. في ناس بتبقى مهتمة أو داخلة معاك بشكل قوي جدًا في المشروع، ولكن ما لهاش power ضخم معاك. على سبيل المثال أنت بتشتغل في المشروع، قسم الحسابات مثلًا في الشركة لازم بيتابع معاك المشروع بشكل كويس أوي up close عشان خاطر يبقى عارف التكاليف بتاعة المشروع ومصاريفه والكلام ده كله، ولكن هو ما يقدرش إن هو ياخد قرار في المشروع نفسه، أو قدرته على اتخاذ قرار في المشروع بشكل مباشر مش قوية أوي. فبالتالي هو high interest هو مهتم بالمشروع ومتابعه بشكل close أوي، ولكن هو ما لوش غرض إن هو يستخدم نفوذه عشان خاطر ياخد قرارات معينة. فبالتالي ده just إن أنت keep informed أنت بتدّي له معلومات أول بأول عن الموضوع عشان خاطر يkeep up معاك. فأنت في بداية المشروع إحنا لسه كل ده في مرحلة البداية، في بداية المشروع أنت لازم ولا بُد وحتمًا يبقى عندك جدول وتجهّز الخريطة بتاعتك دي وتحط
الstake holders بتاعتك كلّهم قدّامك، عشان تبقى عارف بالضبط أنت هتتعامل معاهم إزاي، هتتواصل معاهم إزاي، هتقدّم لهم ريبورتات إزاي، هتعمل لهم presentations إزاي، هتدّي لهم تقارير والّا مش هتدّي لهم تقارير، ولو هتدّي لهم تقارير هتدّي لهم تقارير شكلها إيه، هل هتدّي لهم تقارير مختصرة والّا تقارير مفصلة، كل واحد على حسب درجته، وكل واحد على حسب how much interest أو how much power تقدر إن أنت تحدد مكانه في الmetrics دي. ندخل بعد كده على المرحلة التانية واللي هي مرحلة التخطيط. مرحلة التخطيط دي من المراحل الجميلة جدًا واللي أنا باحبها أوي، لإن هي فيها شوية حاجات بتخلّيك أنت فعلًا كمدير مشروع قادر إن أنت تتحكم في المشروع، ولو اتعملت صح هترتاح كتير جدًا بعد المشروع ما يبدأ لحد لمّا المشروع يخلص. أول حاجة لازم بنعملها في المرحلة الأولانية بتاعة التخطيط، إن إحنا بنمسك المشروع ونفصّصه حاجات صغيرة، لإن المشروع كمشروع بيبقى حاجة ضخمة، فكرة كبيرة كده أو حاجة لوكة كبيرة كده بتبقى صعب إن أنت تقسّمها، وعشان خاطر تعرف تتحكم في الوقت بتاعها وتقدّر التكاليف بتاعتها، وتقدّر أنت محتاج فيها وقت قد إيه وموارد قد إيه، وهل هتحتاج فيها ناس قد إيه والكلام ده كلّه، لازم تفصّصها لحاجات صغيرة بيسموها WBS Work Breakdown Structure عشان خاطر تعرف المهمات دي أو الأجزاء دي تفصّلها إزاي أو توزّعها على مين أو هتستخدم فيها قد إيه. والأجزاء اللي أنت بتقسّمها دي، بتقسّمها أو بتفتّتها لحاجات أصغر منها بيسموها الactivities. فبالتالي أنت بتقسّمه WBS اللي هو الwork breakdown structure ثم الwork breakdown structure بتقسّمه بعد كده لمراحل صغيرة أو مراحل بسيطة تقدر إن أنت الactivities دي ت ت توزّعها وتشوف هتاخد وقت قد إيه وتشوف هتاخد موارد قد إيه وتحسب تكلفتها إزاي بالضبط، عشان خاطر تعرف تخطّط المشروع وتعمل له دراسته مضبوط وتوزّعه على الناس بشكل مضبوط. تاني حاجة بعد كده، بعد ما بنعمل الwork breakdown structure بنحدد الوقت الجدولة اللي إحنا عايزين نعملها للactivities اللي إحنا اتكلمنا عليها، وضروري جدًا إن إحنا نحط تواريخ واقعية ومناسبة للشغل اللي إحنا بنعمله. في مصطلح للأسف بقى موجود في مصر مؤخرًا بقى له كام سنة اللي هو الfast track. كل المشاريع في مصر بقت مشاريع fast track وإحنا في مصر هنا لا عارفين يعني إيه مشاريع fast track ولا عارفين يعني إيه crashed projects ولا عارفين أي حاجة، المشروع الfast track بالنسبة لنا إن إحنا يا باشا عايزين نخلّص في قد كذا، طب هنخلّصه إزاي أو كده لأ ما فيش أي رؤى للقصة دي، فضرورة إن إحنا نحط ال الوقت المضبوط والوقت اللي يخلّينا فعلًا نحقق الهدف بتاع المشروع بشكل كويس أوي، دي حاجة مهمة. طيب حاجة كده سريعًا، إيه هو الفرق أصلًا ما بين الfast track والcrashed project؟ الfast track project اللي هو أنا دلوقتي مثلًا باعمل 2 activities مع بعض، بس الactivity ده مثلًا هياخد شهر والactivity ده هياخد شهر، فأنا ممكن أقدر أعمل overlapping ما بين الفترة دي والفترة دي عشان خاطر أقرّب أو أصغّر مسافة المشروع بالكامل، فبالتالي أنا كل activity معايا لو قدرت إن أنا أعمل له overlapping مع activity تاني، فده أنا باعمل مشروع fast track. حلو؟ الcrashed project بقى المشروع fast track بنعمل overlapping بس بنستخدم نفس الresources نفس التكلفة، نفس الstaff بتاع الشغل، ونفس المعدات، ونفس كل حاجة، بس just إن إحنا بنلعب في الtiming بتاع الactivities وبعضها. الcrashed project إحنا بنعزّز الresources وبنعزّز الموارد والتكاليف بتاعة المشروع، عشان خاطر نقدر إن إحنا المُدَد الزمنية اللي إحنا عملنا لها overlapping دي نصغّرها أكتر، يعني بدلًا مثلًا ما كنا عايزين 10 مبرمجين عشان نعمل الapplication هنجيب 20 مبرمج، كل واحد فيهم يعمل حاجة عشان نخلّص الapplication بسرعة، أو لو إحنا مثلًا بنشطّب شقة أو بنبني عمارة، فإحنا مثلًا هنكتّر عدد العمال 10 في كل دور عشان خاطر نلحق مثلًا نخلّص المباني بتاعتها بسرعة، وهكذا. فإحنا بنزوّد الresources بتاعة المشروع عشان خاطر نقدر إن إحنا نعمله crashed project. وده كله لا ينفي فكرة إن كل activity لازم ياخد الحيّز المناسب بتاعه في التنفيذ وفي التخطيط وفي الترتيب والمتابعة بتاعته. ندخل بعد كده للموارد والتكاليف، ودي أهم حاجة ممكن تخلّي المشروع ده يبقى ماشي حلو جدًا ومتنفّذ حلو جدًا، ولكن لو ما فيش متابعة أو تقدير أو سيطرة على الموارد والتكاليف، الأمور ممكن تتسحب مننا والمشروع يخسر. الموارد والتكاليف بتتحدد من أكتر من حاجة، في موارد بشرية، في موارد مالية،
وفي موارد اللي هي المعدات. التكاليف بتاعتنا بتمسك كل الموارد دي، وبتتحول عندنا التكاليف لحاجتين، تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. وببساطة شديدة جدًا، الفرق بين التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة، التكاليف المباشرة اللي أنا أقدر أمسكها فعليًا وأحطها على activity معين، يعني أنا أقدر أقول إن الفلوس دي بتاعة الactivity ده. على سبيل المثال، لو إحنا مثلًا شغالين في مشروع بنبني مثلًا عمارة، وأنا جِبت loader عشان خاطر يحفر الأرض، فبند الحفر هنا الactivity بتاعة الحفر هنا، الloader ده بالنسبة له لإن هو بيحفر ده تكاليف مباشرة. الوقت أو التكاليف اللي أنا هاصرفها على اللودر ده أقدر أحمّلها مباشرةً على البند بتاع الحفر، فبناءً عليه أنا كده قدرت أضبّطها على البند بتاع الحفر. طب لو هو نفس اللودر أنا استخدمته عشان خاطر أشيل رَتش مثلًا أو أشيل أكوام تراب وزبالة من الموقع. كده تحوّل نفس اللودر لتكاليف غير مباشرة، لإن هيبقى مثلًا في سيراميك متكسّر تبع السيراميك، ومحارة متكسّرة تبع بتوع المحارة، ورمل جاي مش عارف تبع إيه، ودبش طالع من الحفر، فالحاجات دي كلّها متوزّعة على كذا حاجة، فنفس اللودر في اللحظة دي أصبح تكاليف غير مباشرة، لإن أنا ما قدرتش أحطّه على activity معيّن، وبناءً عليه بيتحسب أو بيبقى ليها استراتيجية كده بتتحسب بنسب بعد كده، إن أنا التكاليف الغير مباشرة بتبقى بالنسبة لي بنسبة قد كذا في المشروع. إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا هنبقى بنجهّز أصلًا ل محاضرة تانية هنتكلّم فيها عن موضوع التكاليف والتسعيرة، لإن الموضوع ده شيّق جدًا وأنا باحبه جدًا والتفاصيل بتاعته حلوة أوي، ومن الآخر يعتبر يعني خلاصة الشغلانة كلّها بتاعة الprojects كلّها في الحتّتين دول. أصل هو الشغل كلّه في الأول وفي الآخر أي project أوله وآخره الفلوس. يعني إحنا بنعمل الشغل والbusiness والمشاريع كلّها عشان خاطر نكسب فلوس، سواء إحنا بنقدّم خدمات أو الناس اللي هي أصحاب المشاريع نفسها والowner أو whatever الsupplier، يعني كلّه بيبقى الشغلانة في الأول وفي الآخر فلوس. فأنت لو قدرت تدير النقطة دي، دي هي اللي بيبقى فيها الmost control بتاع إذا كان الproject ده هينجح وهيوصل للنقطة بتاعته والّا مش هيوصل للهدف بتاعه. نيجي بعد كده لأهم حاجة إحنا بننساها أوي اللي هي إدارة المخاطر. على مستوى العالم ما فيش حاجة اسمها حاجة تمنع المخاطر، في حاجة اسمها إدارة المخاطر، لإن هي كده المخاطر لازم هتحصل، سواء بمزاجنا أو غصبٍ عننا، سواء إحنا كنا متوقعينها أو حصلت فجأة. إحنا كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا how to minimize ال ال التأثيرات أو العواقب بتاعة المخاطر دي لمّا تدخل علينا في المشروع. ففي مخاطر ممكن تكون متوقعة، فبالتالي إحنا بنحط لها خطة، وفي مخاطر إحنا بنبقى عاملين حسابنا مثلًا بنقول مثلًا والله إحنا وإحنا شغالين في المشروع الفلاني ممكن الدنيا تمطَّر في الحتة الفلانية، فهتعطّل لنا كذا، فهي ممكن تمطَّر وممكن ما تمطَّرش، فأنا بابقى عامل حسابي على الموضوع ده وأرتّب أموري عشان خاطر لو الدنيا اتأخرت أعرف أعملها كذا. أو مثلًا لو إحنا شغالين على مشروع مثلًا software، فإحنا مثلًا عاملين حسابنا إن الشركة بتاعة الsoftware دي ممكن تعمل كمان شهر والّا شهرين update، فإيه اللي يخلّينا نقعد نتعب دلوقتي ولمّا ينزل الupdate نعمل شغل تاني، لأ ما إحنا ممكن نستنى وندير المشروع ده، أو الupdate اللي هينزل ده هيبوّظ لنا شغلنا والّا هيعمل له upgrade، فبالتالي لازم أكون عامل planning للموضوع ده ومتوقعه وقادر إن أنا أminimize المشاكل أو المخاطر اللي بتضايقني وأنا شغال في المشروع. لإن أكتر حاجة تضايق مدير المشروع، أكتر حاجة وأنا تحديدًا ما باحبش الحوار ده خالص، المفاجآت. أنا ما باحبش المفاجآت إطلاقًا. ليه؟ مش فكرة عشان خاطر إحنا مش بنعرف نتعامل معاها، ولكن أنت بتبقى خلاص already عملت حسابك ومرتّب أمورك ومضبّط دنيتك على system وعلى خطوات وعلى حاجات معيّنة ومتوقع حاجات تانية وبتحاول تبني لها، فأول ما بتتفاجئ بحاجة تانية بتدربك لك الدنيا. الحمد لله أنت مع الخبرة ومع الوقت بتقدر تهندل المفاجآت دي، ولكن ده بيبقى له تكلفة، بيبقى له cost بقى سواء cost فلوس أو cost أعصاب أو cost مناهدة مع الناس أو cost وجع قلب، فبيبقى له تكلفته. ولكن الحمد لله أكيد هتقدر إن أنت تتعامل معاه طالما أنت عندك خبرة وقدرت إن أنت تستغل الresources بتاعتك مضبوط. فكده إحنا خلّصنا مرحلتين مهمين جدًا من المشروع، اللي هي البداية حددنا فيها الهدف والvalue وحددنا فيها الscope of work، ثم عرفنا الstakeholders بتوعنا بالضبط، مين الناس اللي هنتعامل معاهم ومين الناس اللي بتأثّر في المشروع وبتتأثّر بيه وهنتعامل معاهم إزاي، ثم بعد كده دخلنا على مرحلة التخطيط، مرحلة التخطيط اللي هو مسكنا فيها المشروع شُفناه بشكل كامل، ثم قسّمناه لحاجات صغيّرة WBS وقسّمنا الWBS دي لactivities،
ووزّعنا الactivities دي according to الوقت المناسب ليها عشان خاطر تبقى م م متماسكة وقادرين إن إحنا ننفّذها في الوقت اللي إحنا عايزين ننفّذه، عرفنا الفرق ما بين fast track والcrashed project. ثم بعد كده دخلنا على لمحة على الموارد والتكاليف. أنا عارف إن التكاليف والموارد محتاجة وقت أكتر من كده، ولكن إحنا أخدنا لمحة مبسّطة عن التكاليف والموارد ومدى تأثيرها على الموضوع، وبعد كده دخلنا على إدارة المخاطر. هننتقل بقى للمرحلة التالتة، وهي المرحلة بقى اللي فيها المدعكة كلّها، ومرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ أهم حاجة فيها إن المولد ده يكون له صاحب. دي أهم حاجة في الموضوع، يبقى في حد له القرار النهائي في المشروع، سواء هيبقى مدير المشروع، سواء هيبقى حد تحت مدير المشروع، حد فوق مدير المشروع. المهم إن هو يبقى في ريّس واحد للمركب دي، لإن أنا شُفتها كتيرة جدًا، والسيناريو ده اتكرر كتير جدًا، إن الدنيا كلّها بتبوظ لمّا يبقى الموضوع ما لوش كبير، أو يبقى فيها ريّسين أو 3 كمان، الدنيا بتخرب. تكون أنت مثلًا رايح تعمل حاجة معيّنة لمصلحة المشروع، وتلاقي حد من مجلس الإدارة أو ابن صاحب الشركة أو قريب نسيب صاحب الشركة من بعيد، دخل ما عجبوش كذا فواخد قرار ومشي، يبوّظ لك الدنيا، يدربك لك الأمور، يعمل لك مشكلة مع الclient، يعمل لك مشكلة مع الاستشاري، يبوّظ لك الأمور. ما ينفعش. تحت أي بند، أي مشروع هيبقى له أكتر من ريّس لازم هيفشل. فلا بد وحتمًا إن هو يكون في حد واحد بس هو صاحب القرار، وله الكلمة النهائية في المشروع، وفي الآخر هو اللي هيتحمّل نتيجة المشروع، سواء بالسلب أو بالإيجاب. وده اللي لازم نبقى حاطينه في دماغنا، لإن أنا كمدير مشروع لازم زي ما قُلت لكم في البداية إن أنا أشيل مسؤوليته، زي أي عيل من العيال بالضبط. ابني لو طالع حد متربي وزي الفل وكويس، الناس هيقولوا ياسين مربيه. ولو طلع قليل الأدب وفضحني في الدنيا كلّها، هابقى أنا الغلطان لإن أنا ربيته تربية وحشة. نفس الفكرة في المشروع، لو المشروع طلع وِحِش وسُمعته وحشة، يبقى أنا اللي دِرته غلط، وأنا اللي أستاهل أيًا كان الجزاء اللي أنا هاخده لو المشروع طلع من تحت إيدي بشكل وِحِش جدًا. ثم المشروع لا يخلو من ناس لازم تقدّم لك استشارة. وحذار يا جماعة، وخدوها نصيحة من أخوكم، ما حدّش يتكبّر إطلاقًا على فكرة الاستشارة. وأهم حاجة في حتّة الاستشارة دي، اسمع للصغيّر قبل الكبير، لإن أنت مهما عليت في المناصب هتلاقي إن في ناس بتنزل أو موجودة على مستوى التفاصيل، وأنت كل أمّا بتعلى بتبعد من مستوى التفاصيل، فلازم تسمع للناس دي، حتّى لو مش هتنفّذ كلامهم. ولكن لازم تسمع لأي حد، وكل حد له علاقة بالمشروع نصحك بمعلومة أو قال لك على حاجة أو قال لك حاجة تفيد المشروع بجد، بعيدًا عن القيل والقال وشغل العصافير وفلان عمل إيه وعلان عمل إيه. لأ، إحنا بنتكلم في حاجات احترافية، حاجات فعلًا ليها علاقة بالأمور. كنت مرّة باشتغل في شركة، وكنا ماسكين مشروع مهم جدًا، ومشروع كان ضخم، وكان على مستوى الرئاسة، يعني كان الرئيس بنفسه هو اللي هيروح يفتتح المشروع ده. بدون ذكر مسميات للمشاريع وبدون ذكر البلاد. كنت باتكلم مع حد من أعضاء مجلس الإدارة، كانوا بيعملوا حاجات معيّنة كده مضايقانا وإحنا شغالين، وأقول له: "يا معالي الباشا، أنتم كده بتعطلونا، المشروع ماشي وحلو وإحنا بندخّل فيه فلوس كويسة وماشي طبقًا للوقت بتاعه وبنجري فيه، الحاجات اللي أنتم بتعملوها دي بتضايقنا." كان بيرد عليَّ بجملة بتعصبني أوي، بيقول لي: "إحنا من فوق بنشوف اللي أنتم مش شايفينه من تحت." أقول له: "أبوس إيدك، أبوس إيدك عرّفني إيه الحاجات اللي أنتم بتشوفوها من فوق، لإن كل أمّا بنمشي بالاقي كلامي طلع صح وأنتم كلامكم طلع غلط، فإيه اللي أنتم بتشوفوه من فوق مخلّيكم أنتم شايفيننا تحت مش شايفين حاجة، وفي الآخر إحنا اللي بنطلع صح." وقد كان. إحنا خلّصنا المشروع، إحنا كمهندسين كنا في المشروع، خلّصنا شغلنا وسِبنا المشروع وسِبنا الشركة، وكانت الشركة لسه ما سلّمتش المشروع ما قفلتوش. ليه؟ عشان خاطر هم حاجات إحنا ما شُفناهاش، وفي الآخر الشركة دي قفلت. ف فنصيحة يا جماعة، الموضوع ده أنا اتعلمته بالhard way والله بجد. لازم تسمع لأي حد وكل حد، مش شرط إن أنت لازم أنت تبقى أنت صاحب قرارك، يعني أنت ما تاخدش قرارات من حد، ولكن خُد الاستشارة، اسمع من كل الناس، جمّع المعلومات، اضربها في الخلاط، فلترها، وشوف أنت رؤيتك وخطتك وطلّع قراراتك، ساعتها صدّقني أنت هتكسب بشكل لا تتخيله. وتالت وأهم حاجة، ما ينفعش أنت في الmanagement level أو هتتكلم في إدارة المشروع إن أنت تنفّذ حاجة بإيدك، لإن صعب جدًا
إن أنت تشتغل بعقلية المنفذ وعقلية المدير في نفس الوقت. ممكن تتعمل، ممكن تتعمل، هي مش صعبة، ولكن لا تحقق أعلى نتائج ممكنة، بالعكس مساوئها أكتر من عيوبها. كلنا في حياتنا اللي وصلوا للmanagement level أو اللي وصل إن هو بقى عنده شغله أو كده، لازم هيكون مَر بالمرحلة دي، لازم هيكون مَر بالمرحلة إن هو كان بيشتغل بإيده وبيدير في نفس الوقت، ولكن المرحلة دي مرهقة جدًا ومتعبة جدًا لسببين، لإن الmentality مختلفة، الmentality بتاعة التنفيذ عايزة حد مركّز في التفاصيل وبيعمل حاجات محددة طبقًا لمعايير محددة. أمّا الmentality بتاعة الmanagement أنت محتاج تطلع فوق مستوى التفاصيل عشان تبقى شايف الصورة كاملة وما فيش تفصيلة معيّنة تُقع منّك، ودي كانت أسوأ حاجة بتحصل في الconflict ده. لمّا أنت بتشتغل في إيدك لازم في حاجات بتُقع منّك، مهما كنت حريص ومهما كنت بتكتب ومهما كنت بتتابع لازم بتلاقي حاجة تُقع منّك، لإن التفاصيل بتكتر. ومهما أنت جرست وحاولت وركزت، ما هو أصل ما يقدر على القدرة إلا ربنا، يعني إحنا بنحاول إن إحنا نشتغل according to الإمكانيات بتاعتنا، فبالتالي لازم أنت دماغك دي تريحها، ولازم أنت دماغك دي تعرف تفصل منها كويس عشان خاطر تعرف تشوف أنت هتشتغل إزاي. فبالتالي مدير المشروع بيبقى المايسترو بتاع المشروع، أنت اللي بتدوّر، الناس كلّها بتعزف قدّامك عشان خاطر لو في حد طلّع نغمة نشاز، أنت تقدر تعرف النغمة دي طلعت منين، النشاز ده طلع منين، وبناءً عليه أنت تقدر تحكم على الموضوع، وتقدر إن أنت تصلّح المشكلة أول لمّا المشكلة تحصل، أو تعرف إيه سببها، أو تعرف هل ده متعمد والّا مش متعمد، في إهمال والّا ما فيش إهمال، ولكن أنت لو أنت قاعد في وسطهم بتسمع كل حاجة من جميع الاتجاهات مش هتعرف، لازم هتتلخبط، مش هتعرف تحط إيدك على سبب المشكلة. فبالتالي أنت كصاحب مشروع أو أنت كمدير مشروع لازم تبقى المايسترو اللي بيقف من بعيد شايف كل الناس وهو بيوجه بإيده. المدير يا جماعة بيشتغل بدماغه وما بيشتغلش بإيده. كل لمّا بتعلى في الmanagement level وكل لمّا بتبقى عليك مسؤوليات، دماغك هي اللي بتشتغل أكتر من إيدك. أكيد أنت بتعمل حاجات بإيدك، أكيد أنت بتعمل شغل وبتعمل تقارير وبتعمل presentations، ولكن أنا باتكلم على مستوى الactivities اللي بعد الWBS. أنت ما ينفعش تنزل في المستوى ده، مش نزول طبقات، يعني هو الموضوع مش طبقة أو الموضوع فيه مراكز، لأ، ده ترتيب شغل، ترتيب أولويات، مين قبل مين ومين بعد مين، فكل واحد ليه دوره في المنظومة دي، كل واحد ليه دوره في السلسلة دي، ولو في حد اتحط في مكان غير مكانه بتضيع. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه: "متى الساعة؟" قال: "إذا ضُيّعت الأمانة فانتظروا الساعة." قالوا له: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي الأمانة بتضيع؟" قال: "إذا أُسنِد الأمر لغير أهله." أي مشروع أو أي تاسكاية أو أي حاجة اتحط فيها حد مش مناسب ليها، اعرفوا إن قيامتها قامت. الشركات بالذات اللي بتحط ناس في أماكن غير أماكنها، وأظن كلنا اتعرضنا للموقف ده، إن في شركةٍ ما أو في مشروعٍ ما في حد اتحط في مكان هو غير مؤهل ليه إطلاقًا، وكانت النتيجة الفشل الذريع. لازم إذا ضُيعت الأمانة فانتظروا الساعة، أي حد أو أي شركة تحط فيه حد مش في مكانه قيامته هتقوم على طول، مستحيل يبقى الموضوع يمشي صح، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى ليه سُنّة في الكون، لازم لمّا تسند الأمر لأهله ساعتها تاخد منه، لكن لو عملت عكس كده فأنت كده مشيت عكس أصلًا شغل ربنا في الكون، فلازم الأمور هتبوظ منك. نيجي بعد كده المتابعة والتحكم. المتابعة والتحكم مش معناها إن أنا أفضل ماشي ورا الناس كلّها بكرباج، وأنت يا ابني اشتغلت والّا ما اشتغلتش، وأنت عملت والّا ما عملتش، وأنت سويت ليه، وأنت جيت متأخر النهارده ليه، أنا شايفك أنت اللي سايب الشغل وعمّال تشرب قهوة ورايح جاي، والواد اللي عمّال يطلع يشرب في سجاير رايح جاي، خالص، أنت لو قاعد فاضي للناس بالشكل اللي زي ده يبقى أنت مش هتشوف شغلك. المتابعة هنا معناها إن أنا أتابع الprogress بتاع المشروع according to بالمقارنة مع الخطة اللي أنا كنت حاططها في البداية. لو المشروع المسار بتاعه ماشي بالقرب أو بالتوازي مع خط الخطة بتاعتي، أبقى أنا كده ماشي حلو زي الفل. لو المسار بتاع المشروع انحرف بعيدًا عن مسار الخطة اللي أنا كنت حاططها، لابد وحتمًا أعمل إجراءات تصحيح المسار. أحط إيدي على المشكلة، أشوف سببها إيه بالضبط، ولازم أصلّحها فوري. ولو أنا مش باعمل المتابعة دي بشكل دوري، هتلاقي المسار بيبعد منّك بشكل تلقائي، فمش هتلحق تلِم. فلازم المتابعة دي تكون دورية وبشكل دوري،
تستخدم فيها أدواتك بقى، هتستخدم فيها الplanning، هتستخدم فيها الprogress، هيبقى في ناس بتاعة planning بتعمل primavera مثلًا في المقاولات زي ما كنا بنشتغل، أو في المتابعة في دلوقتي management softwares كتيرة جدًا زي odoo وprocore وخلافه، بتقدر إن أنت تتابع التاسكات وتشوف الأداء بتاع الناس ماشي إزاي، الأداء بتاع التاسكات ماشي إزاي، المتابعة بتاعة الشغل ماشية إزاي، عشان خاطر تصحيح المسار. كل ما تحط إيدك عليه أول بأول بالشكل اللي يفيد المشروع، مش بشكل تسلُّط، هي في الأول وفي الآخر المصلحة واحدة. أنت مش جاي تفرض سيطرتك على الناس، ومش جاي تطلّع متهمين، يعني مش جاي تمسك فلان أصل ده غلط، وأنت عشان خاطر تتعاقب، وأنت عشان خاطر تتحط عليك جزا، إطلاقًا. لو أنت صلّحت المسار والمشروع نجح، أنت اللي نجحت، ونجّحت الفريق بتاعك كلّه، ونجّحت السفينة كلّها، أنت الكابتن. فالنجاح كلّه لازم هيتنسب ليك في الآخر كمدير مشروع. طبعًا الناس كلّها ساعدتك، والناس كلّها وقفت معاك، ولكن أنت كنت القائد والمايسترو اللي قدرت تطلّع التحفة الفنية. نيجي بقى للمرحلة الحلوة الأخرانية اللي هي مرحلة الإغلاق. المرحلة دي لازم في الآخر تتعمل بشكل لطيف وشكل جميل ومتسيطر عليه، وإلا مش هيبان الحلاوة بتاعة الشغل، ومش هتبان الvalue بتاعة الشغل، ومش هيبان المجهود اللي أنت عملته أنت والناس بتاعتك، ففي الآخر الأمور ممكن تتسحب منك. أول حاجة بتعملها إن أنت بتقفل الdocumentation بتاعتك finalize project documentation. والdocumentation دي يا جماعة حاجة مهمة جدًا، لازم أنت تكون متابعها في الfollow up من بداية المشروع لآخره. ما ينفعش تيجي تدوّر على الdocumentation في آخر المشروع. لازم تبقى عامل حسابك إن هو يبقى في أصلًا حد متخصص بيسموه document control، ده لازم يبقى موجود ومتخصص وشغلانته إن هو يتابع الdocumentation بتاع المشروع، مش just إن هو حد بيصوّر أوراق ويودّي أوراق يمين وشمال، لأ، حد فاهم الdocument اللي هو ماسكها دي بتاعة إيه، حد عارف ومُدرك لأهمية المعلومة اللي موجودة في الورقة دي، ويعرف يحطها فين ويفايلها إزاي ويتابعها إزاي، ومين المسؤول عن دي، والdocument دي تبع أنهي stakeholder، وإيه الdocument اللي هتنفع للclosure، وإيه الdocument اللي مش هتنفع ومش هنحتاجها دلوقتي، لإنه ما هو مش حاشية أوراق وخلاص. فالموضوع ده مهم جدًا، والdocumentation دي من أهم الحاجات. نعم؟ أوكي. دي من أهم الحاجات اللي إحنا بنبقى محتاجين إن إحنا نركّز عليها، تمام؟ بعد كده لازم نعمل اجتماع قُرب آخر المشروع أو في آخر المشروع مع الteam بتاعنا كُلّه، ومع الstakeholders اللي هم ليهم high interest وhigh power في المشروع، ونتأكد إن إحنا وصلنا لكل الأهداف بتاعة المشروع بالكامل، وكل الoutcomes أو الvalues اللي إحنا عايزين نوصل لها بالكامل. الموضوع ده لازم يبقى ماشي بالتوازي لكل مرحلة في المشروع، عشان خاطر يبقى سهل علينا في البداية، وفي الآخر إحنا نبقى عاملين حسابنا إن كل نقطة الclient كان عايزها أو الowner كان عايزها، إحنا فعلًا أخدناها في اعتبارنا ووصلنا لها في آخر كل مرحلة من المشروع. نيجي بعد كده نبدأ نقفّل الreports بتاعتنا، و نبعت للstakeholders عشان خاطر ناخد منهم feedback، ونعمل حاجة مهمة جدًا وهي الدروس المستفادة. إحنا بنقعد قعدة كده ونشوف يا جماعة إيه الحاجات الغلط اللي إحنا عملناها، وإيه الحاجات الصح اللي إحنا عملناها، إيه الحاجات المفيدة وإيه الحاجات الضارة، مين كان كويس ومين كان وِحِش، مين كان أداؤه ممتاز ومين كان أداؤه ضعيف، مين كان بيحاول إن هو ينجّح المشروع ومين كان مش مهتم إن المشروع ينجح. الدروس المستفادة دي هي عصب أو بمعنى أصح خلاصة كلمة الخبرة، لإن الخبرة مش بعدد السنين، الخبرة بعدد الدروس اللي أنت اتعلمتها. فبالتالي لمّا بنعمل الدروس المستفادة، وأحيانًا في أماكن معيّنة أنا كنت باشتغل فيها، كنا بنجمّع ريبورتات كده ومجلدات للقصة دي، وعاملين لها archive، يعني كنا بنعمل update للprocess المرحلة اللي هي الأخيرة هنا دي، اللي هو update الprocess project plan base، إن هو إحنا بنحطها في report وعارفين كل مشروع عاملينه إزاي، بحيث إن هو لو جه مشروع شبهه بعد كده بنقدر إن إحنا نtrack المشروع ونشوف المشاكل اللي حصلت عشان خاطر ما تتكررش تاني. وآخر حاجة إن أنت بتعمل hand over للمشروع بتاعك، سواء هتسلّم بقى المشروع للowner بتاعه، هتسلّم المشروع للoperations بتاعته، هتسلّم مشروع للناس اللي هي هتسلّمه بعد كده للجهات السيادية أو الجهات الحكومية، هتسلّم الapplication للclient اللي بعد كده هو هيسلّمه للعُملا ويشغّلوه وهكذا. ال5، 6 مراحل دول لو ما عملتش حسابك وجهّزت نَفْسك ليهم في مرحلة التقفيل بتاعة المشروع، أنت هتحس بعد كده إن المشروع فلت منّك.
وأهم حاجة اللي أنا باحب دايمًا أركّز عليها اللي هي قصة الدروس المستفادة، زي ما قُلت لكم هي خلاصة الخبرة، خلاصة الخبرة كلّها إن إحنا بنعلى، وبمعنى أصح يعني زي ما بتقولوا إيه عضمنا بينشف في السوق من الدروس المستفادة، مش من عدد السنين. ممكن أكون بقى لي 30 في ناس والله العظيم يا جماعة كانت بتشتغل معانا بقى لها 30 و40 سَنة خبرة بالسِن، ولكن تيجي تقعد معاهم بتلاقي إن الناس لا تمُت للواقع بصلة. يقول لي: "ده أنا 40 سَنة خبرة، ده أنا 30 سَنة خبرة." يا عم على عيني وراسي، يعني أنت زي أبويا وكل حاجة وإيه، بس يعني أنت راجل بركة، فاهم؟ أنت جاي هنا عشان ناخد منّك البركة، لكن ما تتعبناش معاك يعني إيه، ما تتعبناش معاك، أنت مش شغّال معانا، أنت مش مُدرك للموضوع، فتلاقيه بعيد تمامًا عن الخبرة، وللأسف الناس اللي زي دي بتصعب عليّا، بيبقى عمرها ده هدر. إن هو مش قادر إن هو الوقت والسنين اللي عدِّت دي يبقى لها قيمة حقيقية، ما اتعلّمش حاجة مفيدة، لإن هو بيبقى زنق نَفْسه مثلًا في حاجات معيّنة أو في track معيّن ما عرفش يطلع برّه منّه أو ما استفادش من الدروس اللي هو أخدها في حياته. هالخّص لكم سريعًا اللي إحنا اتكلّمنا فيه، إن المشروع لازم يمُر ب5 مراحل أساسية، البداية واللي إحنا حددنا فيها الهدف والvalue والscope of work، ثم بعد كده حددنا الstakeholders ومين الناس اللي إحنا هنتعامل معاهم في المشروع، ثم بعد كده دخلنا على مرحلة الplanning والمرحلة الجميلة جدًا اللي إحنا بنقسّم فيها المشروع لWBS وبنقسّمه لactivities، ثم بعد كده بنوزّع الactivities دي كل واحد على حسب الوقت المناسب ليه، وعرفنا الفرق ما بين fast track وعرفنا الفرق ما بين الcrash project، ثم بعد كده اتكلمنا عن الموارد والتكاليف، واتكلمنا عن إدارة المخاطر، ودخلنا على النقطة بتاعة التنفيذ، واتكلمنا عن أهم المحاور الخاصة بالتنفيذ، وتفاصيل التنفيذ هتختلف طبعًا على حسب كل staff وعلى حسب كل project، ولكن الحاجات الأساسية اللي إحنا اتكلمنا فيها دي لا يخلو نجاح التنفيذ منها، ثم بعد كده دخلنا على مرحلة المتابعة والfollow up ومدى أهميتها والحاجات اللي إحنا نركز عليها بالضبط. ومرحلة الإغلاق النهائية. ال5 مراحل دول يا جماعة العمود الفقري لأي مشروع، مع اختلاف التفاصيل، مع اختلاف المحاور، ولازم يكون في حد أدنى منهم في أي مشروع. يعني لازم يكون في حد أدنى من التفاصيل أو ال5 حاجات اللي إحنا قُلناهم على حسب حجم المشروع، على حسب تفاصيله. زي ما قُلنا فنجان القهوة مشروع، وبرج خليفة مشروع، اختلاف التفاصيل واحد، ولكن الحد الأدنى من إن هو يكون في هدف واضح، نطاق واضح، مدة زمنية، حد هو صاحب القرار، والمتابعة البسيطة للموضوع، ده بيكون الحد الأدنى للموضوع كله. إحنا دلوقتي خلّصنا تقريبًا الكلام بتاعنا والشرح النظري، إن شاء الله إحنا دلوقتي هنبدأ ندخل في تطبيق عملي صغير، ولكن قبل ما ندخل على التطبيق العملي لو حد حابب يسأل أي سؤال أنا تحت أمركم، اتفضلوا. No questions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس أحمد، يا رب يكون بخير. ازيك يا هندسة عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله يا باشمهندس أحمد أنت حد محترم جدا، من الناس اللي أنا اشتغلت معاها شخصيا، يعني من أفضل المديرين اللي اشتغلت معاهم، ومن أشهر الناس اللي اتعاملت معاها سواء هندسيا يعني. حبيبي ربنا يكرمك. الله يكرمك يا هندسة. احنا يعني أنا بس دخلت، حبيت أشكرك على على المحاضرة الجميلة دي، ويعني مش عارف الصوت واضح. انا سامعك كويس. هو الصوت اختفى فجأة. سامعني كده؟ اتفضل. بس فأنا بصراحة حبيت أخش أقول للناس يا جماعة أنتوا يعني حقيقة بتتعاملوا مع حد يعني حرفيًا فاهم هندسة، يعني الدماغ يعني بصراحة ربنا يعني ربنا يبارك لك وربنا يرزقك كل خير، لإن أنت فعلًا من الشخصيات القليلة اللي فعلًا بتدير صح، حقيقي. لإن أنا اشتغلت معاك أنت وأنت مدير، أنا ما أعرفش يعني أنت يعني من الناس اللي فعلًا كنت يعني أقوى حاجة هي احتواء الteam اللي معاك. احنا كنا بننام على البلاط سوا يا محمد. والله هندسة يعني
فعلًا والله يعني حد من الناس فعلًا اللي حتى لمّا اشتغلت معاه، يعني حتى الفرصة اللي الحمد لله اللي جات لي إن أنا أسافر برّه، كانت وأنا شغال معاك، يعني بصراحة ربنا ربنا يبارك لك، وربنا يرزقك ويوسّع عليك، من توفيق لتوفيق إن شاء الله يا هندسة. حبيبي مهندس تسلم. حبيبي. السلام عليكم باشمهندس أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومشكور على الأداء المتميز. محاضرة رغم إن هي صغيرة بس فعلًا دسمة، شكرا جزيلا. مواضيع more specific وبتتكلم في صلب الموضوع بتاع الproject management. فأنا كان عندي استفسارين صغيرين يا باشمهندس. أنا أولًا يعني لفت انتباهي فاديني السؤال الأول لفت انتباهي للكلمة اللي حضرتك كاتبها، ليس لكل مشروع يحتاج شهادة PMP ولكن لكل مشروع يحتاج هذه الأسامي. اللي أنا عايز أقوله أنا راجل باعمل في مجال الproject والمشاريع، ولكن مش في المشاريع الإنشائية بشكل specific. أنا أصلًا يعني CEO founder لشركة خدمات وحلول صناعية، إن شاء الله. بانفذ project معظمها خاصة بنظام الautomation والindustrial automations والprogramming وما إلى ذلك. فباعمل project باخد project كبيرة from A to Z في مصانع وخطوط إنتاج وماكينات وما إلى ذلك. ما شاء الله. بالنسبة لي بشكل ما أو بآخر باطبّق بالفعل أنظمة الproject systems زي ما حضرتك قُلت من أول الgoals والplanning والfollow up والcost control لحد الclosing للمشروع. وأنا يعني لمست الأمور دي بشكل عملي فعليًا. أنا بقى لي فترة باحاول إن أنا أرتّب لشهادة الPMP وعارف إن هي قوية وحاجة certified وكويسة لأي project manager أو لأي مهندس بشكل عام. فحضرتك تنصحني السؤال الأول إن شهادة الPMP فعلًا هتعمل added value ليّا في التخصص دوّة. دي حاجة. الحاجة التانية أو السؤال التاني، أنا عارف إن الPMP أو الPMO هتغيّر المنهجية بتاعة الproject management في تقريبًا شهر 6 أو شهر 7 وهيكون في منهج. فحضرتك تنصحني إن أنا فرصة آخد دلوقتي الPMP وأخش الfinal exam أو الامتحان الcertified قبل التعديلات الجديدة، والّا أنتظر التعديلات الجديدة علشان ما يبقاش إن أنا مطالب إن أنا آخد الPMP تاني بالمنهجية الجديدة وأبقى أنا مواكب الحدث يعني؟ تمام زي الفل. أولًا أنت منورنا يا باشمهندس رمضان وأنا سعيد بوجودك معانا. خلّيني أقول لحضرتك الموضوع في نقطتين. أنا الPMP درستها، لكن أنا شخصيًا ما أخدتش الامتحان. الشهادة بتاعة الPMP التأثير بتاعها على حسب أنت فعلًا هتحتاج الشهادة ذات نفسها وهتحتاج الامتحان بتاعها والّا لأ. في ناس بتاخد الشهادة عشان خاطر هي محتاجاها عشان خاطر هتدرس مثلًا PMP، فده لأ، لازم ياخد الامتحان، لازم ياخد الشهادة. أو في ناس مثلًا بتشتغل في شركات معينة، فهو بالتالي هيحتاج الشهادة عشان خاطر يرفع مثلًا المستوى بتاعه في التوظيف أو يرفع من المستوى بتاعه في الشركة اللي هو فيها. فلأ، هو فعلًا هنا هيحتاج الشهادة. أنا شخصيًا مثلًا على المستوى الشخصي، يعني أنا ما باقولش إن الموضوع صح ما فيهوش صح أو غلط. أنا على المستوى الشخصي ما دخلتش في الامتحان بتاع الPMP، في حين إن أنا ذاكرته كويس أوي. يعني أنا ذاكرت دخلت الكورس. أخدت الكورس بتاع الPMP مرتين. يعني مرّة زي ما حضرتك قُلت أنا أخدته في مرّة، وبعد كده أخدته كان updated. الباشمهندس عمر خضري كان راجل محترم جدًا، ادّاني الmaterial الجديدة بعد ما اتعمل لها updated ودخلت ذاكرتها. كان الموضوع كويس. فأنا شُفت إن أنا الcost اللي أنا هاحطها فيه عشان خاطر الامتحان، وجايز الcost دي ممكن أخسرها لو الامتحان مثلًا ما طلعتش أو ما اتوفقتش فيه أو كده، أحطها في حاجة تانية. فشُفت ده بالنسبة لي ممكن يكون مناسب. الدراسة نفسها بتاعة الPMP ممتازة. أنا شخصيًا اتعلمت منها، وزي ما حضرتك قُلت أنت في حاجات أنت already بتنفذها في الشغل بتاعك بالخبرة، وبتنفذها في الشغل بتاعك according to الprocess والشغل اللي أنت عملته. ولكن المنهجية العلمية عشان خاطر ترتّب الأفكار دي في دماغك، هو ده اللي بيبقى مفيد. ده اللي الPMP بتعمله، اللي هي بتوضّح لك ده أنا كنت باعمل الموضوع ده بس ما كنتش أعرف إن هو اسمه كده، أو ما كنتش أعرف إن هو الترتيب بتاعه بيبقى موجود بالشكل ده. فهو كمادة علمية كمحتوى هو ممتاز جدًا. الشهادة بتاعتها أو الامتحان بتاعها زي ما حضرتك تشوف إن هو مناسب ليك. لو أنت شايف إن الشهادة دي ليها تأثير عليك وليها value، الفلوس اللي أنت هتدفعها فيها دي استثمار هيرجع لك بعائد، لأ خُدها. لأ حسيت إن الاستثمار ده مش هيبقى منه فايدة، خصوصًا إن الشهادة بتحتاج تجديد تقريبًا كل فترة بتدفع لها برضه فلوس تانية عشان خاطر بيبقى لها إن هي تبقى سارية أو كده. بالنسبة للupdate بتاعها بيبقى على حسب المحاضر.
المحاضر بيدّي لك الكورس، وبيبقى الجزئية بتاعة الupdate بيبقى بينزّلها لك لوحدها بعد كده. أنا باشوف أو الupdate اللي أنا شُفته خلال السنة اللي فاتت إن هو ما كانش في update محوري أو تغيير محوري في الcontent نفسه أو الstructure بتاع الPMP، فبالتالي الحاجات اللي هي كانت زيادة أو الحاجات المختلفة ما كانتش كبيرة. التجديد اللي هيحصل أنا بصراحة ما عنديش فكرة عنه، يعني عشان ما أكدبش عليك، ممكن أسأل وأبقى أجاوبك بعد كده، ولكن اللي أنا شُفته بنفسي إن هو التغيير ما كانش تغيير شديد يخلّيني أحتاج إن أنا آخد الكورس من الأول، just اللي أنا بعتّ للراجل المحترم اللي أنا كنت واخد معاه الكورس، بعت لي الmaterial الجديدة الupdated وراجعتها حتى قارنتها باللي فات، حسيت إنه ما فيش فرق كبير، و يعني أخدت الحاجات اللي فيها. أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أجاوبك يعني يا باشمهندس. لا يا باشمهندس، شكرا لحضرتك جدا. شكرا. ربنا يخلّيك، ربنا يخلّيك. باشمهندس وعليكم يا باشمهندس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عامل إيه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله ربنا يخلّيك والله. الحمد لله يا رب دايما. أنا مستر أشرف سرور، مدرس لغة عربية أهلا بعدها. أنا كنت مدرس لغة عربية لمدة 10 سنين تقريبا، وبعد كده ابتديت يعني I have my own business من أول 24 كده. تمام. ما شاء الله. والحقيقة أنا خدت في البرودكت الفانل بالكامل، يعني كل الحاجات اللي أنا من أول التستنج لغاية ما ابتديت إن أنا أفهم إيه السيستم اللي أنا هكون محتاج أمشي عليه، إيه المشاكل اللي واجهتني، الكلام ده كله. لحد ما وقفت على أرض يعني شبه ثابتة أو مستقلة حاليًا. معايا مجموعة معينة من العملا أنا تمام شغال معايا ومع الteam بتاعي بدون تدخُّل منّي، والدنيا كويسة، لحد هنا تمام وما فيش مشكلة. مشكلتي حاليًا إن أنا محتاج، يعني أنا الفترة دي هي ما كمّلتش تقريبًا سَنة، هي حوالي 60% من السَنة، حوالي 8 شهور أو حاجة. بس أنا ابتديت خلاص بقى أبقى أنا عايز أعمل scaling كويس، scaling محترم. أنا كده فهمت إيه المشاكل اللي مواجهاني، محتاج إن أنا أحلّها، ومحتاج إن أنا أحُط الsystem ده. بس مشكلتي حاليًا إن رقم 1 أنا مش حابب إن أنا أخُش في الدايرة بتاعة التشغيل. تمام. نظرًا لإن أنا عندي ظروف حياتية تخلّيني مش ملتزم بالكده، دي أصلًا كانت الهدف الأساسي أو المحرك الأساسي إن أنا أبدأ الbusiness، إن أنا يبقى عندي يعني ناس أنا باقدر أقدّم لهم mentoring أو أعلّمهم إزاي يعملوا كل حاجة، ويبقى في system ممشّي نَفْسه بدون وجودي، عشان خاطر أقدر أتفرّغ للحاجات التانية اللي أنا باعملها. حاليًا محتاج أعمل scaling، والمشكلة عندي أو التحدي اللي بيواجهني إن أنا محتاج ألاقي الشخص أو الجهة، أو أنا لسه مش عارف ده بيبقى اسمه إيه بالضبط، اللي يفهم المشاكل ويبدأ في علاجها. تمام. ويكون as a founder بقى، يعني هو بيتابع كل حاجة تخُص الsystem، هو بيحط الsystem الجديد وبيتابع كل حاجة، وأنا بس يعني باحيد الدنيا في الأول في البداية لغاية أمّا نوصل لأرض مستقرة تاني. فده اللي أنا محتاجه، محتاج أعرف أنا إزاي ممكن أوصل مين دول، يعني ده بيبقى اسمه إيه وإزاي باوصل. طيب الحتّة دي تحديدًا هي فيها two ways أنت ممكن تمشي فيهم. أول حاجة ودي الطريقة اللي أنا بافضّلها، إن أنت بتجيب حد تتوسّم فيه إن هو عنده المهارات الكافية، إن هو يقدر يستوعب منّك الoperation اللي أنت عايز يعمله، عنده من الذكاء إن هو يقدر يتعلّم منّك، ولكن ما عندوش حجم الخبرة اللي تخلّيه يlead الموضوع من أول يوم، فبالتالي هتاخده تربّيه على إيدك وتعلّمه بالضبط الشغل اللي أنت عايز إن هو يعمله لك وبالملي. الموضوع ده مشكلته إن هو بس بياخد شوية وقت ومجهود منّك، ولكن النتايج بتاعته بتبقى عظيمة جدًا. ليه؟ لإن أنت زي ما بنقول كده بالمصري، أنت ربّيته على إيدك، فطالما أنت ربّيته على إيدك أنت هتبقى متأكد بعد كده مع الوقت إن أنت النتيجة أو الoutcome اللي هو هيطلّعه لك الoutcome اللي أنت كنت عايزه بالملي. يا إما ده مين نعم؟ ده مين؟ ده بيكون مين؟ ده بيكون مين؟ يعني هو الشخص ده بيكون مين؟ لإن هو دلوقتي المفروض إن هو هيكون بيتدخّل في كذا حاجة. يعني أنا الbusiness بتاعي معتمد على كابين، من الكابين بييجي leads، من الleads بيبدأ يتم توزيعها على فريق المدرسين، فريق المدرسين بيقدّموا KPIs للطلاب بتوعهم، بيبدأ يترفع عشان خاطر مع الوقت بتبدأ نضم طلاب مع بعضيهم جوّه group واحد. ف مين بقى هو أصلًا اللي المفروض إن هو يكون قادر إن هو ي ي ي يركّز مع الsystem ده
بكل التفرعات بتاعته دي. يعني أنت اللي أنت تقصده إن أنت عايز حد يبقى المدير التنفيذي للموضوع، إن هو هيمسك السيستم ويميك شور إن السيستم ده ماشي according to الحاجات اللي أنت طالبها منه، مضبوط كده؟ بالضبط، مضبوط كده. آه. ما هو ده يعني كمصطلح أو job description أو job title بيسموه يا إما بيسموه مدير تنفيذي أو هيبقى مدير operation، تمام، director of operation، أو إن هو بيسموه اللهم صل على سيدنا محمد، كان في لقب تاني كده بس مش حاضر على ذهني. ده بيشتغل أكيد الشخص ده بيشتغل according to salary معين، بس أنا مش محتاج حد يكون بsalary، أنا محتاج يكون حد مُعتمد أكتر على النسبة اللي هياخدها من المبيعات، عشان أنا عايزه يخش بروح الfounder في الموضوع، يبقى قلبه على المبيعات، بحيث يعني ما يكونش في comfort zone إن في مرتب معين هو كده بياخده per month، فتمام ما فيش، وحتى ممكن ما يفكرش في إن هو يعمل upgrade للسيستم ده بحيث يستوعب عدد أكتر، إنما ده هو هيكون مُعتمد معايا على المبيعات، خصوصًا إن أنا عندي يعني عندي profit عالي، وعندي يعني طموح عالي في المبيعات، وعندي قابلية كويسة لإدارة ال الجمع. أنا ما عنديش أي مشكلة مع ده، أنا كل مشكلتي الوحيدة إن التفاصيل التشغيلية البسيطة أنا دي مش محتاج إن أنا أتدخّل فيها، يعني أنا محتاج إن أنا أكون بس ب ب ب باشوف الدنيا كل أسبوع إيه، باتابع حاجات جديدة، ليّا vision اللي منها مثلًا هابتدي أعمل upgrade معين، بس في نفس الوقت محتاج حد يكون قلبه على الحتّة دي، يعني هو عنده حتّة الطموح بتاعة الscaling الواسع ده، تمام، فهيكون دايمًا برضه بيورّيني جزئية أنا مش شايفها، الحتّة بتاعة الscaling اللي هو إحنا ممكن نعمل إيه. يعني أنا دلوقتي عندي بعد ما اشتغلت حتّى مع الcampaign، لقيت أنا عندي potential قوي جدًا من الneeds، تمام، وعندي برضه potential جدًا من الناس اللي أنا لمّا بادرّبهم بيقدروا يشتغلوا، ولكن أنا اللي مش عندي هو الsystem اللي يقدر يضم أو الأفكار اللي تقدر دايمًا تكون عاملة حالة تطوّر دائمة للموضوع ده، يعني إحنا اكتشفنا need قوي، need قوي جدًا، تمام، بس ما اكتشفناش لسه الway بتاعة الsystem دي، وأنا الحقيقة مش قادر إن أنا أفكّر أو إن أنا أقدّم وقت كفاية في الجزئية بتاعة الsystem دي، فعشان كده كنت عايز اللي يكون موجود مش مجرّد مدير تنفيذي، لإن المدير التنفيذي إذًا هو معتمد على الsalary، إذًا هو مش هيكون عنده vision، مش هيكون عنده أفكار، مش هيكون عنده طموح عالي في المبيعات نفس اللي عندي، تمام؟ طب هاقول لحضرتك على حاجة. دي آآ مشكلة. اتفضل. هاستأذنك بس استنى معايا بس شوية كده لآخر المحاضرة، أنا كده في شوية هدايا كده هادّيها لكم، في هدية منهم هتعجبك وهيبقى فيها إيه، يعني حل مرضي ليك في الحتّة دي، أوكي؟ طيب كويس جدًا، شكرًا. سماح بس ربنا يخلّيك. طيب شكرًا يا باشا، ربنا يخلّيك. باشمهندس حسن عبد الواحد، اتفضل. عشان أنا شايف الباشمهندس حسن رافع raise hand من بدري مع حضرتك. اتفضل هندسة. إيه الأخبار، إزي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يخلّيك. الحمد لله. طبعًا في البداية شكرًا جدًا لوجود حضرتك والمعلومات القيّمة. أنا تخصصي في إدارة التسويق، تمام؟ باخطط حاليًا لعمل دراسات عليا وتأسيس شركة تسويق إن شاء الله. إن شاء الله. وسؤالي لحضرتك في مرحلة التأسيس شركة خدمات زي التسويق، إيه هي أهم أداة أو مبدأ في الإدارة المشاريع يعني، تنصحني أركّز على إيه عشان أبني سيستم قوي للشركة من البداية وما يحصلش مشاكل عشوائية في التشغيل وهكذا يعني؟ نمرة 1 في الحاجات اللي هي الخاصة بالخدمات دي بالذات عشان خاطر بس موضوع الشركات بتاعة التسويق تحديدًا بقى البحر واسع جدًا، وبقى في ناس كتير جدًا عاملة القصة دي، أي حد منافسة كتيرة جدًا. المنافسة كبيرة، وأي حد بقى بياخد يعني كورس إعلانات على الفيسبوك بقى بيكتب على الفيسبوك إن هو بقى صاحب شركة بس خلاص بالضبط. ولا فهي دي الفكرة فالموضوع بقى فيه منافسة جدًا، وبقى فيه قلة ثقة من العملا في الموضوع ده، ودلوقتي العميل ما بقاش زي زمان، العميل مش أهبل، أي حد دلوقتي بيخش على ChatGPT يخش يدوّر ويفهم على الأقل القشور بتاعة الموضوع عشان خاطر يبقى عارف هو هيتعامل مع إيه. فنمرة 1 الخبرة أساسية، الخبرة الأساسية في موضوع التسويق ده بالذات. لو أنت قدرت إن أنت من خلال دراستك ومن خلال خبرتك هيبقى عندك ميزة تنافسية مختلفة تمامًا عن باقي الناس اللي موجودة على السوق، إن هو مش just مجرد إعلانات وخلاص،
دي نمرة 1 لازم تبقى موجودة في الشغل بتاعك، عشان خاطر لو الأساس ده مش موجود يبقى إحنا كده هنبني على حاجة غلط. دي نمرة 1. نمرة 2 ثانية واحدة بس عشان إيه الrecording هيفصل معلش. target market في أمريكا، وكنا لسه بادئين إن إحنا نعمل contract مع شركات هناك، وكان الموضوع بالنسبة لنا جديد. فالموضوع كان ضاغطنا، قعدنا 3 شهور أنا والمهندسة اللي كانت معايا لحد لمّا قدرنا نفهم الموضوع، استوعبنا الprocess، وأنا بنفسي عملت كل الخطوات اللي خلّتني عارف الأرضية العامة فيها إيه، بحيث إن أنا بعد كده لمّا هاجيب حد أحطه في الحتة دي، أنا عارف هو المفروض يطلع منه إيه بالضبط. ما يبقاش هو خلاص هو كده داخل على عماه وأنا مش عارف أنا مستني منه إيه بالضبط. فبالتالي أنا كل خطوة من الخطوات بتاعتي في الprocess نفسها عملتها. once إن أنا وصلت للمرحلة دي، كده أنا وصلت لمرحلة استقرار. يعني أول خطوة حطيت نفسي، ثبّتت أرضيتي، عرفت الoutline بتاع الموضوع إزاي، وعملت outcome للعميل عندي، بقى العميل نفسه satisfied. فخلاص ابتديت أحط structure، ابتديت بقى أكبّر الteam. وأنا آخد خطوة لوحدي لورا شوية عشان خاطر أنا أطلع management level شوية، وأخلّي الناس تبقى هي اللي موجودة في مستوى الdetails. زي ما حضرتك ذكرت في الأول بالضبط كده، الmeeting بالضبط كده. حاليًا إحنا الحمد لله رب العالمين الteam تقريبًا فيه حوالي 8 أو 9 مهندسين، تمام. أنا ووصلنا لمرحلة إن إحنا دلوقتي الحمد لله بقى في system already، هو الsystem ماشي، structure مضبوط، الناس كلّها مشيت، ولكن الموضوع كان لازم يبقى ماشي بالتدريج. الاستعجال وِحِش. الخطوات اللي أنت هتاخدها، هتاخد أول خطوة وتعملها هي بس، وتركّز عليها هي بس، وتثبّتها، ثم بعد كده تفكّر إن أنت تدخل في الخطوة التانية. ده بشكل عام. أنا عارف إن الموضوع بشكل عام لإن الspecification محتاج مثلًا إن إحنا نقعد مع بعض ونتكلّم في تفاصيل الشركة بتاعتك. ممكن نقعد مع بعض برضه في الآخر محاضرة، برضه من ضمن الهدايا هتعجبك برضه، ممكن نقدر نقعد مع بعض ونتكلّم في التفاصيل. ولكن بشكل عام هي دي الحاجات المهمة، الخبرة عشان خاطر تبقى عندك مستوى مختلف عن باقي الناس. بعد كده مستوى التفاصيل أنت تبقى لامم بيه بشكل كبير أوي، لإن في ناس برضه للأسف، ودي من الأخطاء اللي أنا غلطتها زمان، يعني مثلًا من 10 سنين أو حاجة، أنا عملت ييجي كذا مشروع في حياتي، للأسف المشاريع دي فشلت. هي فشلت بس أنا اتعلمت منها كتير. ليه؟ كنت بادخل في الحاجة وأنا مش فاهم، وجاست باخش ألِم شوية معلومات من على النت ومش عارف إيه وبتاع، وبابقى فاكر نفسي جِبت كل المعلومات اللي أنا عايزها، بس ما مسكتهاش بإيدي فعليًا. أول لمّا بانزل في السوق بالبس على طول، ما كانش فيها فصال. ليه؟ لإن هو كان الموضوع عايز تكمّل في المسار ده كان لازم تقعد تدفع في فلوس، وساعتها طبعًا ما كانش الوضع الشكل اللي هو يسمح إن أنت تفضل تدفع في فلوس. عشان تكتسب الفلوس في الأساس. بالضبط. فبالتالي اضطريت إن أنا أتراجع. يعني أتمنى إن أنا أكون اديت لك يعني صورة عامة، بعد كده إحنا ممكن نقعد نتكلم في شوية تفاصيل، ما فيش جميل، وأكيد طبعًا أنا شاكر لحضرتك جدًا، وربنا يزيدك من فضله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، تسلم. طيب على ربنا يخليك. باشمهندسة جنى، معلش أنا باقول باشمهندسين عشان خاطر أنا بس متعود في الشغل إن أنا باقول باشمهندسين، فعشان كده بس باقول باشمهندسين. هي باشمهندسة جنى تقريبًا هي مش هتعرف تفتح مايك وكتبت سؤالها في الرسالة. طيب معلش هاشوف أنا السؤال ثانية واحدة. السؤال بيقول: طيب إزاي أقدر أعمل business وأنا طالبة في الجامعة؟ طيب بُصّي يا هندسة، لأ معلش أنا آسف إن أنا باقول هندسة برضه. هاقول لحضرتك على حاجة، السؤال ده كبير وواسع شويتين، ولكن أنا هاقول لحضرتك على مفاجأة أنا ما كنتش بصراحة ناوي أعلن عليها النهارده يعني، بس يعني طالما هو السؤال ده هيفتح الموضوع ده، إن شاء الله بعد رمضان أنا عامل event كبير وalready أنا بألِّف كتاب، course ضخم جدًا، أنا مسميه رحلة من الوظيفة إلى الbusiness. الcourse ده أو الكتاب ده أو الevent ده هيبقى فيه خارطة طريق ثابتة وواضحة بخطوات مفصلة، إزاي الواحد يعمل مشروع سواء هو طالب أو موظف لحد لمّا يعمل business ويقف على رجله، مع تصحيح بعض المفاهيم، وإزاي أصلًا
نقدر إن إحنا مش just إن إحنا بنعمل مشروع بينجح وخلاص، لأ، إحنا بنعمل مشروع يخلّينا إحنا نستغنى عن أي حاجة تانية. الموضوع ليه أبعاد كتير وتفاصيل كتير مش حابب أحرقها دلوقتي، ولكن الفرصة نفسها بس للإجابة على السؤال هتحتاج شرح كبير. خلّيني أدّي لِك صورة عامة تقدري إن أنتِ تبدئي بيها وبعد كده نشوف إحنا ممكن نقدر نوصل لإيه بعد كده. بالنسبة لأنتِ طالبة في الجامعة، أنا شايف إن أنسب حاجة لحد بيدرس حاليًا الشغل الخاص بالfreelancing، الحاجات اللي هي بتتعمل digital. يعني على سبيل المثال سواء البرمجة أو الmarketing أو الgraphic design أو الحاجات اللي هي بتاعة الcontent creator والAI tools دلوقتي خلّت الشغلانات دي سهلة جدًا، 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 بعكس مثلًا من سنتين فاتوا، من سنة فاتوا، كانت الشغلانات دي عشان خاطر تدخلها، عشان خاطر تخش تتعلم برمجة، عشان خاطر تخش تعمل application، الموضوع كان بيبقى صعب جدًا. أنت حاليًا دلوقتي تقدر تعمل application أو تقدر تعمل website بكده just click. الautomation يا جماعة، الautomation اللي هو N8N الautomation اللي بيعمل الAI agents خطير، تحفة. أنا اتعلمته في ساعتين زمن بالضبط، وده ممكن يفتح باب إن أنت تعمل AI agents، تعمل شغل خطير جدًا، وما بيحتاجش منك غير الجهاز بتاعك بس وجست شوية إنترنت. فبالنسبة للطالب اللي هو موجود في الكلية، أنا أرجح فكرة الخدمات اللي هي بتتعمل according to الdigital tools اللي إحنا نقدر نستخدمها عشان بتتعلمها أسرع، ما بتسحبش منك وقت كتير، بتفيدك أصلًا سواء في خبرتك في الدراسة بتاعتك أو خبرتك في الحاجات التانية. وبرضه هاقول لِك استنينا كده لحد الآخر في الجزء اللي هي خاصة بالهدايا، يعني في جزئية برضه هتعجبِك، هنقدر إن إحنا إن شاء الله نوصّل لِك بيها إجابة كويسة. باشمهندسة نور، مساء الخير تاني. يا مساء الخير. بس أنا كنت عايزة أعرف إزاي الproject manager بيبقى بينمّي عنده الflexibility بتاعة إن هو يبقى ملتزم الproject scope أو بالأمر اللي مطلوب من المشروع، وما بين إن هو بيكون طبعًا المشروع مش بيمشي على الصراط المستقيم، فطبيعي بيكون في تغييرات كتير جدًا، يا إما تغييرات من الopinions بتاعة الstakeholders أو حتى كمان بيبقى في عندنا زي restrictions كده كتيرة بتحصل زي الbudget، الtiming، يعني في كذا حاجة بتحصل، فبالتالي هو إزاي يوازن ما بين إن هو يلتزم باللي مطلوب منه، وفي نفس الوقت كمية المشاكل التانية اللي كل شوية بتتغير، فيعمل إيه بقى؟ بنسبة كبيرة أوي إحنا أصلًا شغلتنا بتتمحور حوالين الجملتين دول، يعني بتتمحور حوالين المشاكل كلّها. يعني الأساسيات اللي إحنا اتكلمنا فيها كلّها لو طبّقناها مرّة و2 و3 أصبحت روتين بالنسبة لنا، وقدرنا إن إحنا نبقى مديرين مشاريع شاطرين، وخلاص بقينا بالخبرة بقينا بنعرف نعمل الموضوع ده. الخبرة الزيادة بتيجي في إن إحنا نقعد بقى نحل في مشاكل من دي. إن إحنا نقعد نشوف إيه المفاجآت اللي بتحصل أو إيه الحاجات اللي بتحصل في المواقع أو بتحصل في الشغل أو بتحصل في المشاريع بتاعتنا عشان خاطر نحلّها. الفكرة كلّها بتبقى فين؟ أنت مع الخبرة ومع الدروس المستفادة اللي أنت بتكتسبها من مشاريع قبل كده، إلى جانب فكرة الاستشارة اللي إحنا كنا بنتكلّم فيها. الحاجتين دول بيساعدوك إن أنت تتوقّع أو يبقى في ملامح للمشاكل اللي ممكن تيجي لك، ولو لا قدّر الله اتعرّضت للمشاكل دي أكيد، أكيد، أكيد أنت هتقدر يبقى عندك القدرة أو المعرفة اللي تساعدك إن أنت تحل المشكلة دي طبقًا للخطة بتاعتك. لإن once إن هو حصلت مشكلة عملت conflict أصلًا ما بين الvalue بتاعة المشروع أو ال الهدف بتاع المشروع، أنت كده وصلت لحيطة سد ممكن المشروع ما ينفعش يكمل بيها أساسًا. يعني على سبيل المثال إحنا مرّة كنا بنشتغل في مشروع بن بن بنعمل يعني زي نظام تشطيبات في مطار سفنكس، وإحنا شغالين في مطار سفنكس بنحفر عشان خاطر نعمل الأساسات بتاعة المكان اللي إحنا هنعمل فيه، خبطنا في كابل استراتيجي fiber optics الخاص بالمخابرات العسكرية في المطار هناك. كارثة، كارثة. المشكلة دي وقّفت المشروع ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. ومدير المشروع ساعتها اتمسك واتقبض عليه. فيعني كانت كارثة. ففي نوعية من المشاكل الconflict بتاعها بوّظ الدنيا ما لهاش حل.
وهتضطر إن هي هتوقّف المشروع، يا هتغيّر مساره، يا هتبوّظ الدنيا، وفي مشاكل already لازم هتبقى ماشية بالخبرة، فده كلّه بي ب ب بيتفاوت مع الوضع بالخبرة. أنا ما عنديش خبرة كفاية فباستعين بحاجتين، الدراسة بتاعة المشاريع اللي فاتت والاستشارات اللي أنا أقدر أستشيرها سواء من الناس اللي معايا في المشروع تحت منّي أو الناس اللي هي بتبقى خبرتها أكبر منّي. أوكي. Thank you. باشمهندس عرفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحشني جدًا والله. ازاي يا هندسة، هو حضرتك ايه؟ أنت عامل إيه؟ الحمد لله تمام. آه، مبسوط جدا ان انا شفتك وسمعت صوتك النهارده حبيبي. بجد استفدنا اكيد كلنا. إحنا بنتعلم منّك يا هندسة، أذكى كلام. الله يستر عليك. سؤال بس كده سريع وبعدين هنرجع نتكلم بعدين ان شاء الله. إن شاء الله. آه، الوضع دلوقتي لو مثلا في حد المفروض تحاسبه وانت عديت له شغل وغلطات اكتر من مره، تحاسبه ولا نعديها برضه تاني؟ تمام. طيب خلّيني يا جماعة بس أوضّح حاجة، باشمهندس أحمد عرفة أصلًا مدير كبير أوي، هو يعني السؤال ده تواضعًا منّه هو بيسأله لي يعني أنا باتعلّم منّه يعني، ولكن خلّينا نعتبره من باب الدردشة. أنا من وجهة نظري شخصيًا باشوف إن هو طالما أنا في البداية أصلًا already اخترت الفريق بتاعي أو اخترت ناس صح وناس مضبوطة، أحيانًا بيبقى في نسبة خطأ في الاختيار ولكن بنسبة كبيرة بتختار ناس صح. أول حاجة أنا باشوفها، أنا باشوف الراجل اللي بيشتغل معايا ده أو الteam member اللي بيشتغل معايا ده إيه المشكلة عنده بالضبط. يعني هو على طول مثلًا بيغلط في حاجة أو لو الغلط بيتكرر منه في نفس الموضوع بالضبط. فده معناه إن هو عنده مشكلة في الحتّة دي، قد يكون هو إمكانياته مش واضحة أو مش عارفها، قد يكون أنا ما عرفتش أوصّل له الموضوع مضبوط، قد يكون هو بيستهبل، وقد يكون هو عنده مشكلة شخصية. أنا حصل عندي الموضوع ده فعليًا، يعني حصل معايا تجربة كان في مهندس بيشتغل معايا، أنا عارف ومتأكد إن هو مهندس شاطر، وعارف ومتأكد إن هو إمكانياته كويسة، لإن أنا زي ما بيقولوا إيه كنت تقريبًا مربيه على إيدي زي ما بيقولوا، ولكن جه في مرحلةٍ ما لقيته بيعُك أخطاء ما تطلعش منه. وأقول له: "يا ابني خُد بالك." و و و و وكانت تحصل له مشاكل واحاول إن أنا أغطيه، وكانت تحصل له حوارات واحاول إن أنا أعدّيها. في الآخر اللي هو رُحت اللي هو مرّة أزعّق، مرّة أتحايل، مرّة أضغط معاه، لحد لمّا مسكته بشكل شخصي بقى أخويًا كده، خُد ياض تعالَ، جِبته من قفاه، أنت إيه حكايتك بالضبط؟ خدته برّه الشغل خالص برّه بتاع، اكتشفت بعد كده إن هو مثلًا عنده مشكلة شخصية، والمشكلة الشخصية دي هي اللي كانت مأثّرة على أدائه، وحاولت إن أنا حتى أشوف له يعني طريقة إن إحنا نحل المشكلة الشخصية دي. هو عشان كان بيشتغل في حتة في مكان معانا وكان بعيد وما بيروحش يشوف أهله، القصة كده. الشاهد من الموضوع إن ما فيش حد بيبقى وِحِش بطبعه. موجود في ناس سوداوية ده معروف موجود، ولكن بيبقى علينا الاختيار من البداية إن إحنا نراعي إن الاختيار بتاعنا في البداية يكون كده، ولكن باحاول بقدر الإمكان أشوف مشكلته، شُفت له مشكلته وساعدته، جرّبت معاه مرّة و2 و3 و4 بابدأ أعاقب، عاقبته برضه ما فيش فايدة خلاص، يبقى أنا كده وصلت لمرحلة إن أنا استنفذت كل الحلول اللي أنا أقدر أعملها. وأول ما يوصل الموضوع إن الضرر اللي بييجي من الشخص ده بقى مش بيعود عليه هو لوحده، بقى بيعود عليه وعلى الشغل وعلى الteam وعليّا أنا شخصيًا، لأ، ساعتها أنا بقى باخد خط قاطع. يعني طالما أنت مش قادر إن أنت تستوعب، يا عم إحنا كده فرصة سعيدة وكل واحد يوصل خالتي وخالتك وتفرّقوا الخالات بالبلدي، خصوصًا لمّا يكون الضرر يرجع على الفريق. حصل معايا قبل كده إن في حد غلط خطأ كبير جدًا، الخطأ ده كان هيعود بالسلب على فريق بالكامل، ناس كتير كانت هتقطع عيشها بسببه. أخدت قرار حازم من وقتي إن ده يمشي، من غير حتى ما أسأله. ليه؟ لإن هو فعلًا كان هيضيّع الدنيا، فعلًا كان هيودّي الناس في داهية، كان هيخرب بيوت، فده كان لازم يمشي. ف يعني أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أجاوب كده يا هندسة. حبيبي يا مدير، بس يعني حتى كليشيه وانت ما تقدرش تستغنى عنه او ما فيش بديل في الوضع الحالي يعني. ما هو انت عارف اكيد ومتاكد ان انا جربت معاه كل الطرق اللي حضرتك قلتها. ما هو أصل هو الفكرة بتبقى على حسب بقى إيه، أنت لمّا هتشوف مميزاته أكتر من عيوبه والّا لأ، يعني المشاكل اللي هو بيعملها لك
هتبقى أكتر من المشاكل اللي هو لو مشي وأنت شِلت مكانه والّا لأ. لو وجوده فايدته أكتر، لأ أنت هتضطر تخلّيه لغاية ما تشوف بديل. الموضوع ساعتها هيحتاج ميزان، يعني الموضوع ساعتها هيحتاج ميزان. لأ لو المسا معلش ساعتها بقى أنا هانزل للمايسترو اللي عايزه. ما هو أحيانًا زي ما قُلت لك إن أنت بتضطر لحاجة زي كده، أحيانًا ظروف الموضوع ظروف الشركة أو ظروف المشروع بتضطرك حاجة زي كده. هل ده صح؟ لأ مش صح. المفروض إن الstakeholders أو أصحاب المصلحة اللي ليهم قرارات وليهم interest في الموضوع ده، لمّا أنت تعرّفهم حاجة زي كده يتدخّلوا إن هم يعملوا معاك support. ده المفروض يحصل. ولكن في حالة إن هو ما حصلش، أنت بتضطر بقى ساعتها إن أنت توصل للمرحلة دي حفاظًا على المشروع بتاعك. لإن إحنا متفقين هو المشروع ده بيبقى بتاعنا إحنا، يبقى إحنا اللي مربيينه على إيدينا. فمش هنضيّعه عشان خاطر مثلًا مسألة معيّنة أو عشان خاطر شخص معيّن. ساعتها لو هاضطر إن أنا هانزل أعازف لغاية ما cover وعشان المركب تمشي وأطلّعه، للأسف باضطر أعمل كده، للأسف. هل ده أحسن حل؟ لأ، مش أحسن حل طبعًا. تمام. تسلم وشكرًا لذوقك. حبيبي يا هندسة، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حد حابب يسأل على حاجة تانية يا جماعة؟ طيب إحنا أنا كنت متارجت إن مدة المحاضرة هتبقى ساعة ونُص، إحنا دلوقتي داخلين تقريبًا في ساعتين إلا ربع، فأنا مش حابب أطوّل عليكم أكتر من كده. أنا كنت حابب إن إحنا ندخل مع بعض في تطبيق عملي لمشروع صغير، نتكلم فيه عن مشروع نعمل سيستم خدمة عملا لمتجر إلكتروني، ونعمل brainstorming كده البداية والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإغلاق بتاع المشروع. بس يعني عشان خاطر الوقت، عشان خاطر ما اطوّلش على الناس، إحنا ممكن نعمل الموضوع ده في session تانية مختلفة، وهاخد منكم بعد إذنكم، يعني ممكن نقدر نعتبر ده نعمل بيه brainstorming. آخد آراءكم على الجروب، يعني فكّروا في الموضوع وشوفوا إحنا ممكن نطبّق عليه إزاي من وجهات نظركم في البداية والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإغلاق. نتكلم فيه، وبإذن الله تعالى نعمل محاضرة تانية نعمل فيها تمرين عملي ونمسكه بمستوى التفاصيل ونبدأ نشتغل على أساسه. آخر حاجة، في شوية هدايا كده يعني أنا حابب إن أنا إن شاء الله أقول لكم عليها. أنا بشكل شخصي أو بشكل فردي عندي رؤية ورسالة وهدف في الحياة. أنا من كام سنة كنت بادعي ربنا سبحانه وتعالى، أنا كنت يعني عندي إيمان ومُدرك بإن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل بني آدم في الدنيا دي وله رسالة في الكون لازم هو يعملها، وما حدش غيرك هيعمل الرسالة دي. هو ربنا عايزك أنت اللي تعمل الرسالة دي، كل ميسّر لما خُلق له. فمن كام سنة كنت بادعي ربنا سبحانه وتعالى: يا رب دلّيني على الحاجة اللي أنت عايزني أعملها، وفي نفس الوقت تخلّي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فخور بيّا. أنا يعني أمنية حياتي. فربنا ألهمني إن أنا الرؤية بتاعتي في الحياة الvision تبقى أنا نفسي أبقى اللقب بتاعي إن أنا أبقى خدّام عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أبقى شغّال تحت إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن أنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمّا يشوفني يوم القيامة بإذن الله تعالى ييجي يقول: أيوه ده تبعي هاتوا لي، هاتوا لي، ده كان بيجيب لي الناس، أو بيخلّي الناس يقرّبوا منّي. فدايمًا رؤيتي في الحياة إن أنا حابب إن أنا أكون خدّام عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى ألهمني ساعتها بحاجتين: حاجة أنا باحبها وحاجة أنا شاطر فيها. الحاجة اللي أنا باحبها إن أنا باحب أساعد الناس، وباحب الشغلانات اللي أنا باحب إن أنا أوصل فيها، إن أنا أساعد حد وأعمل له شغل عشان خاطر يستفيد هو، أو إن أنا أساعده إن هو يتطور. والحاجة التانية الmanagement. يعني أنا على مدار سنين كتير وعلى مدار مشاريع عملتها وعلى مدار أماكن اشتغلت فيها، الحمد لله ربنا يعني إيه أكرمني بإن أنا كنت شاطر في الmanagement. فلمّا جمّعت الحاجتين دول مع بعض في الmission بتاعتي إن أنا أساعد إزاي الناس تقدر تتطوّر من خلال إن أنا أدرّبهم وأعلّمهم إزاي يقدروا إن هم يطوّروا حياتهم ويطوّروا نَفْسهم ويطوّروا مشاريعهم، ويعملوا الحاجات اللي هم تخلّيهم أعزّاء في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "ولهدم الكعبة أهون على الله من هدم امرئ مسلم." فبالتالي زي ما هدم الإنسان أهون على الله من هدم الكعبة، فبناء الإنسان أحسن عند الله من بناء الكعبة. ودي أكتر حاجة أنا باعتقد إن لو ورثتها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو هدفه الأعلى بناء الإنسان، إن هو يخلّي إن الإنسان ناجح ومتألق وحابب إن هو يكون له مكانة في المجتمع،
تفرّح بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يوم القيامة. وبناءً عليه حطيت أهداف عندي إن أنا بإذن الله هاعمل دورات تدريبية وهاعمل محاضرات شبه دي تساعدنا في إن إحنا نطبّق الإدارة مع التعاليم بتاعة الإدارة العلوم الجديدة بتاعة الإدارة، ونخلطها بروحانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان خاطر نقدر إن إحنا ننجح في حياتنا. فبإذن الله تعالى يوم 26 فبراير بإذن الله ده هيكون يوم خميس، وبإذن الله تعالى هيكون في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. أنا عامل محاضرة تانية اسمها إزاي تسيطر على حياتك. هنقدر في المحاضرة دي بإذن الله تعالى إن إحنا نتعامل مع حياتنا كمشروع، ونمسكه نفصصه بالتفصيل، ونطبّق عليها أساسيات إدارة المشاريع اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليها من شوية، وإزاي إن إحنا ننجّح حياتنا طبقًا لروحانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقًا لتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالذات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: "وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد." صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول إيه؟ لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب، مش باب العبادة بس، ولا باب القرب من الله بس، حتى باب العلم، باب الدراسة، باب المذاكرة، باب النجاح، باب الشغل، باب الbusiness، باب الفلوس. أي باب أنت عايز تروح فيه ربنا سبحانه وتعالى وتبقى نيتك فيه إن أنت بتعمله عشان تكتسب رضا ربنا سبحانه وتعالى، لازم تروح وراه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أنا لازم أخلط ما بين روحانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والعلوم اللي هي موجودة في الدنيا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن وأفضل وأقدر قائد على مستوى التاريخ. كان business man ناجح جدًا بعكس ما إحنا بنسمع. كان قائد رائع فوق الوصف. كان إنسان مهما قُلنا فيه يا جماله، يا جماله سيدنا النبي يا جماله، قرآنًا يمشي على الأرض. ليه ما آخُدش منّه، وليه ما آخُدش من روحانياته، وليه ما آخُدش من سيرته العطرة، وليه ما آخُدش من علومه وأدمجها مع العلوم العصرية بتاعة الmanagement والbusiness، وتخلّيني أقدر أمشي في حياتي بشكل يخلّي ربنا فرحان بيّا، وأنا ناجح في حياتي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "أيوه ده تبعي هاته لي." يوم من الأيام كده يعرفنا كده تبقى منوّر كده، "ده أنا بتاع سيدنا النبي يا جماعة، أنا بتاع سيدنا النبي." سيدنا النبي يشوفك: "أيوه هاته لي ده تبعي، ده من رجالتي." دي الفلسفة بتاعتي اللي أنا حابب إن شاء الله إن أنا هاعمل بيها كورساتي، وهاعمل بيها ال إن شاء الله الكتب اللي إحنا شغالين عليها، والإيفنتات الجاية. والإيفنت ده إن شاء الله بإذن الله تعالى أتمنى إن أنتم تنورونا فيه، هنتكلم في الموضوع بالتفصيل. في هدية تانية أنا عاملها لكل الناس الموجودة معانا. إحنا إن شاء الله أي حد اشترك معانا النهارده في المحاضرة يقدر إن هو بشكل private يschedule معانا free consultation، يعني يبقى نعمل مكالمة weekly لمدة 3 شهور free. بنschedule الموضوع نقعد نتكلم فيها عن الأسئلة اللي أنتم محتاجينها بشكل مخصص. يعني حد محتاج استشارة معينة في مشروع معين، أو حد محتاج استشارة معينة في حاجة معينة، أو حد محتاج استشارة معينة في project معين، بشكل شخصي نقدر نقعد مع بعض one to one ونقدر نتكلم عنها بكل التفاصيل، وأقدر إن شاء الله ربنا يوفقني إن أنا أساعدك فيها بشكل مفصل جدًا، بإذن الله توصل إن أنت تنجح في المشروع بتاعك. فدي الهدية اللي أنا كنت باقول فيها للباشمهندس الأستاذ أحمد سرور الباشمهندس حسن، إن إحنا نقدر إن شاء الله نقعد بشكل private مع بعض، بشكل weekly نتكلم فيها بكل التفاصيل اللي تخُص مشروعك، ونتكلم فيها بكل التفاصيل اللي تخُص شركتك، بالشكل اللي يخلّيني إن أنا أقدر أدّي لك consultation، أو إن أنا أقدر أساعدك، لإن الحمد لله رب العالمين من خلال شغلي as a يعني outsourcing engineering company ليّا يعني connection أو network مع شركات كتير جوّه مصر وبرّه مصر. فيعني لو قدرت إن أنا أساعد بأي حد من خلال الوصلات والعلاقات دي، طبعًا هاكون سعيد جدًا إن أنا أساعد الناس إن هي توصل، لإن أنا هدفي يا جماعة إن البني آدم فينا يوصل لمرحلة العزة، مش لمرحلة الغنى. الغنى أو مش في الفلوس، الغنى في إن أنا أستغنى عن حد، إن أنا أكون عزيز،
وده اللي أنا عايز إن أنا أخلّي إخواتي يوصلوا له، إن إحنا نوصل لمرحلة العِزّة، نبقى مش محتاجين لحد، نبقى مش محتاجين لحاجة، مجرد ما إحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ماشيين على خطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين أي حاجة تانية بعد كده خلاص، هنروح فين؟ خلاص كل حاجة هتبقى سهلة بعد كده إن شاء الله تعالى، فساعتها نبقى إيه، في منتهى العِزّة ومش محتاجين لأي حاجة تانية يعني بإذن الله تعالى. ف أتمنى إن تكون النهارده المحاضرة كانت ممتعة، آسف إذا كنت طوّلت عليكم، أنا كنت سعيد بوجودي معاكم والله جدًا، وسعيد بتفاعلكم معايا أكتر، وإن شاء الله تعالى يبقى لنا لقاءات تانية مختلفة. الويبينار اللي هو خاص بإدارة المشاريع عشان خاطر لو في ناس ما لحقتش إن هي تحضره إن شاء الله هيبقى مسجل، وهانزّله على اليوتيوب وهنبعت لكم اللينكات بتاعته، وبإذن الله ممكن نكرر نفس اللقاء تاني نتكلم فيه عن تفاصيل، وزي ما قُلت لحضراتكم لو في أي حد من الناس اللي نورتنا عايز إن هو يتواصل معايا بشكل private هنقدر إن إحنا نschedule الموضوع ونحدد ميعاد ونتكلم فيه مع بعض. في الختام يعني أدعو ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون وفّقت بإذن الله تعالى إن أنا أكون وصّلت لكم المعلومات اللي عندي، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بالنية الخير دي دايمًا كده تحت لواء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونتجمّع دايمًا كده زي ما اتجمّعنا في الأيام المفترجة دي في طلب العلم، وفي لواء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نتجمّع على الحوض بإذن الله تعالى، وكل سنة وأنتم طيبين، وأنا باشكركم جدًا وألف مليون سلامة.